خلي الباب مفتوح، خلي الباب مفتوح عشان الريحة تفوح والحبايب يجوا. حبايب يجوا من كل حدب وندب، كل اللي يهب ويدب وحبايب الهايك ستيب. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا بالحبايب واللي جاي واللي رايح ويخف من الفضايح. الناس الأحباب اللي موجودين على التيك توك متوضيين، محدش يحضر في الحضرة السنية إلا لما يبقى متوضي طاهر تحت باطن نضيف. أنا قلت من الأول عشان محدش يتلبس، عشان الليلة دي فيه بخور، ما احنا لازم نبخرها. ازيك يا حسين؟ أول واحد صح، ونور تاني وعليكم السلام. أول لايك حسين كمان. الشير بقى عشان تبقى خدت الثلاثية تسليس على رأيي. الأنبا فلتقوس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. محبكم الشيخ عادل العقيد، قائد بقاتل خط الدعوة بالهايك ستيب. يا أهلا بجميع الإخوة الذين يحضرون مبكرا من أجل سماع العلم والعلوم الشرعية، من أجل أن تزداد العلوم وينتفع العلم وينتفع الناس في عموم الشعب وفي عموم المحروسة وفي جميع الأرجاء. جميع صف السادة الضباط وجميع صف السادة الدعاة بيشكروا الذين يحضرون مبكرا من أجل هذه الرقية الشرعية، من أجل هذه الرقية الشرعية. نرحب الأول بالسادة الحضور بعبد الرحمن وأسد ويحيى. اسمك يحيى؟ يحيى التركي يا عم. العلم اللدنكي علشان تاخدوا العلم اللدنكي يا زيزيدي. وزهير، زهير بيقول ضعوا اللايك من أجل أن تأخذوا البركات. ناصر وصل اهو معانا، ومعانا الدنيا جت ويانا على التيك توك. فارونيت من الكنيسة جاية من عند الأنبا فلتوس. احنا حبايب، يعني في مسلمين بيحضروا عند الأنبا فلتوس وفلتوس بيجوا عندنا بيجي برضو، يعني حتى في رمضان بنفطر مع بعض. أهلا بيك يا محمد يا عبد السلام. مرحب بالشيخ عادل محمد جابر، وعليكم السلام يا شيخ فاطمة محمد. وعزت جه والمنور يا مولانا. بوس لا، بوس لا، بوس ايدين لا، ملناش في البوس. ترحيب من بعيد لبعيد. مشروب النهارده ايه يا مولانا؟ سلوى. سلوى. بنشرب احلى مشروب، بس المرة دي مسلج. احلى مشروب، بس لازم يعني توهم الجمهور ان هو عرقسوس. دي حاجات بركة عشان الطاقة وكده، عشان تدي بركة في العمر، يعني حاجات أعشاب. وسيدنا الشيخ علي جمعة قال لك انت لو صليته في جيبك حشيش صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة، لأنك لم تحتوي على نجاسة. دي النجاسة دي في القلب، إن أنت تاجر حشيش في جيبك تربة حشيش، أو راجل على قد في جيبك قرش حشيش، صلاتك عادي. ليه؟ هو في نجاسة؟ هو أنا في إيدي ولا في نجاسة؟ على رأي السيد المسؤول، أنا مش متعاص، أنا مش متعاص. ده أسسه كحكم شرعي. الرئيس، أي رئيس يعني مؤسسة، رئيس بنك، رئيس شركة، الرئيس اللي مش متعاص خلاص صلاته صحيحة.
طالما مش متعاص جوه الصلاة، لكن ممكن بعد الصلاة يبقى متعاص براحته. دلوقتي كثر البلاء وعام، وعندنا حكم شرعي بيقول فيما عمت به البلوى. وانا كرجل مقاتل خط الدعوه في الهايك ستيب اشعر، ها، اشعر، اشعر مش شعور، مش شخور، اشعر ان بلادنا اصبحت محسوده، ها، محسودة، برغم الإنجازات والكباري والقروض والفلوس اللي زي الرز التي تنهال علينا من الشجب والنجب ومن كل حلب وندب، من الشرق والغرب، من أراد أن يقرضنا ومن لم يريد أن يقرضنا فنحن نقترض منه. وشعارنا الآية الكريمة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. السيد المسؤول بيلف على البلاد دي ويقول حسنة قليلة تمنع بلاوي كتيرة. الشعب ده ممكن يهاجر بره، الشعب ده ممكن يعمل ثورة، وبذلك يلف على رؤساء الدول من أجل حفنة من الجنيهات أو الدولارات، مش عشانه هو. وأظن أنتوا عارفين عشان مين. قعدنا ندق عليها كتير، مش عشانه هو، دي عشانها هي، لاجل هي ايه؟ مش مذاكرين، مش مذاكرين وليلتهم طين. لاجل هي ايه؟ صح، البرميل الازرق وود، صح. هو عشاني فاطمه محمد، صح. عشانها هي وليد، صح. هل يجوز الدعاء للسيده البرميل الازرق؟ مجهول. نجاوبك طبعا يا ابني انت، يا هيك الشيك بلا بالشيخه بلاش، صح. ده سوري اكيد بيقول هيك المشيخه. البرميل الازرق، صح، لاجل هي تعيش. كده انتم متابعين كويس ومذاكرين العلم الشرعي والعلم السياسي. ما احنا لازم نجمع ما بين الشرعيه والوطنيه. ها، يخرب بيت جوزها، يجوز، يجوز يخرب بيت جوزها. عشان ايه؟ عشان برميلها يعيش. تلبس عقد يا احمد ياسين، مظبوط، مظبوط. مبلولي وزير العدل خلوا البيع مفتوح للاجانب. هتعمل ايه؟ ما انت ده، انت لو انت بتموت يجوز ليك تشرب خمر او تاكل ورك خنزير او ريش خنزير او حمار زي اللي عند اي كفتاجي. وعدد الحمير قل في البلد. ليه؟ بيغبوا منه، بياكلوا، بيحف، والمفروض نونو نونو. ليه؟ اللحمه غالي. من تالي ست بيقولوا انا بتعلم منك يا مولانا العلم اللدنكي. ده علم، ده محلوب، مش هتقراه في كتب، مش هتشوفه في مدارس. ده علم لدنك. انت نسيت نظام الانتصاريات يا شيخو؟ ما عندك الدنيا ماشيين على الانتصاريات اهو. ما انا عملت الجسم ده ازاي؟ شويه دوخه بسيطه، بس ماشيين على نظام الانتصاريات. اهلا يا حسين، اول واحد وداعم للقناه. نظام الانتصاريات ممنوع فيه الاكل والشرب. الدنيا معايا ولا معاندة الدنيا دي؟ بتلمح تقول لك الله انت نسيت نظام الانتصارات، امال بتشرب ليه؟ انا يا بنتي من ولاة الامور يعتبر، ما انا شيخ الحاكم، والحاكم مش ماشي على النظام علشان يعرف يحكم. الذي يجوع ويصح هو الشعب. انما احنا بقى بنتحرق، بنضحي بنفسنا، هنعمل ايه؟ عندنا عذر. يعني بناكل فراخ وبيض ولحوم وديوكا وسودا ونمور ومال ايتام ومال شعب وكله اللي قدامنا بناكله. مش عشان انا، مش عشانها هي، لاجل هي تعيش. بنضحي والاضحيه جايه اهو، وهنضحي. ده انتوا لسه هتشوفوا. بس انتوا جوع وتصح، ما تشربش حتى ميه، نوم، يك، يح، بح، سيفينيه. تشرب، لو تشرب
حتى ببق ميه كده، بس رشفات، رشفات يقيمن ظفرك. ها، انما مش تشرب، مش تاكل. ليه؟ ها، اخشوشن، اخشوشن، ها اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، لا تدوم. النعمة عندها هي، أهل للنعمة. طب إيه دليلك يا شيخ عادي؟ يرزق من يشاء بغير حساب. بس انتوا رزقها، انتوا رزقها بتشتغل، بتشتغلوا عندها، مش عشان هي في ذاتها، لا، لاجل هي تعيش. هي مش كانت لقيمات يقمن صلبك؟ لا، دلوقتي رشفات ايه؟ يقيمن ظفرك، يشحذن ظفرك. ظفرك ده الظفر، مش حقل ظفر. ها، حتى حقل ظفر نشف. ليه؟ مش ماشي على نظام الانتصار. بلادنا محسودة برغم من كل ما تفعله القيادة السياسية والرئاسة المؤسسية من أجل رفعة هذا الوطن، إلا إنه كلما صعد انحرف، وكلما هب انجرف، وكلما ارتاح انقرف. ها، ولذلك اجتمع أهل الحل والعقد من الساسة والشرعيين والوطنيين والهيكبستيين إن إحنا عملنا اللي علينا، وإن الله لا يصلح عمل المفسدين، وإحنا مش مفسدين، واثقين من نفسنا. الله، طب العمل مش بيتم ليه؟ ده مفيش حاجة بنعملها إلا لما تبوظ. خلاص كده بقى حاجة غيبية بقى، حاجة مش في إيدينا. إحنا معمول لنا عمل، ها، على ديل جمل. ما تأخذونيش في الكلمة، كده بانت كده معمول عمل، ها، على ظفر جمل. جمل، جايبين جمل واخدين ظفره الحوافر بتاعته، عاملين لنا عليه عمل سفلي اسود. دي خلاص بقى مش نافع فيها بقى جنود ولا دبابات ولا طيارات، ولا تقول لي توم هوك ولا ستوك سبوك ولا توم كروز. لا، ده شغل غيبيات، ده شغل لدونكي بقى، شغل لدونكي. يعني دورنا احنا بقى، فليستريح الجيش بقى، فليستريح ولذلك احنا النهارده فوجئ سكان مدينة العبور برجالة الصعقة، ها، نازلين بيجروا في وسط الشارع، بيجروا في وسط. الله، هي الصعقة بتجري في وسط الشعب ليه؟ سبق، عاملين سبق ماراثون، الولاد بيتسلوا. الله، امال مين على الحدود؟ مين اللي بيحمي الحدود؟ يقول لك اخشع. مين اللي ايه اللي بيحمي الحدود؟ الحامي هو الله سبحانه وتعالى. حتى لو خدت بالاسباب ما تنساش رب الاسباب، ربنا هو اللي بيحمي. انما انت داخل على عيد، داخل على عيد، في فتة وفي توزيع لحمة وفي زيت وفي سمنة وفي سكر وفي طيبات وفي انتصارات وفي برميليات. ده اكل عيش جاي. المواطن تساءل، قال لا، امال الصعقه بيجروا هنا كده في وسط الشوارع في مدينه العبور، الناس اتفاجئت. قال لا، امال الجمعيات الخيريه والنوادي بتعمل ايه؟ هم مش دول الصعقه بتاعت؟ طب عرفوهم ازاي يا شيخ عادل؟ من لا مؤاخذه الايه، يعني بيبقى، يعني بيبقى، عايز اقول، مش عارف اقول اصل الايه، مش عارف اقول. ناس قاعده، يعني انا لو اضمن ان البث مباشر يشاهدوا الرجال بس او الاخوه بس، انما هم يعني مختلط. عرفوا ان دول رجال الصاعقه ازاي يا شيخ علي؟ عرفوهم من، يعني هم بيجروا، ها، يعني هم بيهتموا بالعضلات، فالناس بصوا لقوا يعني جنود عساكر بتجري، فعرفوهم من، ها، من روحهم المعنويه، من اصرارهم على اللي هم يجروا. ها، الروح. انت فاهم الروح؟ انت فاهم يعني ايه روحهم المعنويه؟ فقالوا يعدي الصعق. مش دول العيال بتوع الست الستحات والسبع سبعات والعيال بتوع
هم لا امال بيجروا هنا ليه؟ قالك عاملين اختراق ضاحيه. ضاحيه. الله، طب والحدود اللي على الناحيه التانيه؟ قال لك لا ترهبون بها عدو الله ها وعدوكم. ده ماشي على الحدود. وفي تاني بقى تقول لك واخرين من دونهم. انتوا وسكان مدينه العبور، انتوا اعداء الشعب. ازاي يا مولانا؟ مش شايفه عادل انت؟ بتفاجئنا دايما بكلام غريب. ازاي الشعب عدو الشعب؟ قال لك قول خد بالك، القلوب بايد الرحمن. ده انت ممكن تبقى عدو نفسك ولا عدو ابوك وام، من اولادكم وازواجكم عدوا لكم. الدوله دي متجوزاه ها، وانت في بيت الطاعه وتحت طاعتها، ممكن تبقى عدو ليها ولا مش عدو ليها. اصحى. اصحى. شوف العلم اللي دونكي بقى اللي جالك ملاك ستيت. انت ابن الدوله دي، او كل واحد في منطقه، انت ابن الدايره اللي انت فيها. فيا ابن الدايره الدوله بتقول لك يا ابن الدايره انت ممكن تبقى عدوي في لحظه. طابور سابع، خامس، رابع. ازاي؟ ما ده انا معيش سلاح، ده انا مش حاجه، ده انا ماشي جنب الحيط. ده انا لما بتظلم بطلع على اساس السيد المسؤول بستنجد بيه. ايوه بس مين مطلع على قلبك؟ مش ممكن يا ابن الدايره تكون عامل كمين كده ولا كده، ولا قلبك فيه حقد ولا غوغاء ولا ضغينه بتبص للوليه في اكلتها. طب يا شيخ عادل هو انت بتعرف اللي في القلوب؟ اقول لك اه. استغفر الله العظيم يا شيخ عادل. اثبت لك. اثبت لك واثبت لك كمان اللي كان في قلبك من شويه مش من دلوقتي، واللي بكره واللي امبارح. اقول لك مش علم الغيب لكن دي فراسه مؤمن. انت كل ما بتضيق الدنيا عليك في الفلوس بتقول اه يا حكام يا ولود الكلب. صح ولا لا؟ تكذبش. تكذبش. صح. كل ما بتضيق عليك الدنيا ولما مؤاخذة تحس بجوع ولا مش قادر تجيب لعيالك ولا دخلة رمضان تقول طب يا ترى هم ولود الكلب وبنت الكلب البرميله لابسه ايه وبتاكل ايه دلوقتي؟ صح ولا انا بألف ولا الشيخ عادل يكون من العوام ومش عارف؟ ايوه دكتور رحواني عزيزاني، ما من اللي مر علينا خبره. العمه دي شابت، شعب حقود، نمرود، وناس ان الدنيا ملعونه ملعون ما فيها. ناس ان الزهد منجات قلبك يا حبيبي، منجات قلبك. مرت الحسيبة النسيبة الزبيدية بنت حليل الدحلي على قوم يأكلون من لحم غنم وضأن وماعز ويتحلون بلؤلؤ وذهب ومرجان وفضة وعقد لولي وشنط حديثة ماركات عالمية. فقالوا لا يا بنت حويي، ألا أتيت فتأكلين معنا وتستمتعين بدنيانا وتلبسين من ذهبنا ولؤلؤنا ومرجاننا وشنطنا الماركات العالمية؟ فقالت لهم ما لي ودنياكم، ما لي ودنياكم وقد أهمني من دنياي سلاس ذنبي وما أنا فاعلة فيه وغدي وما ألاقيه. فالدنيا يا أحباب هي دار فناء وابتلاء، دار مشقة، دار جوع. ها التالتة إيه؟ أنت هتعمل لي زي بكوس الله يرحمه. ها بالظبط كده يا الديب، يا الديب. ايوه يقول لي ايه التالتة؟ انت مركز معايا ليه؟ مفيش واحدة على فكرة اسمها زينب بنت الدحلية. يعني انا باشعرك بس، انا باشعرك.
ما تركزش بقى التالتة ايه وانت قلت اتنين بس ومين القوم وازاي معاهم ماركات عالمية، يعني انت مركز في ايه التالتة وهم قوم معاهم ماركات عالمية؟ هو في كان شنط عالمية زمان هتخلينا أش... أش... أ- هتخلينا اشخط فيك؟ ها، ركز في المعنى في الاشعار، مش مهم الهبدة نفسها. خرجني كده من المود. ولذلك هذا الشعب الحقود الذي ينظر إلى ما يركب الحاكم ويلبس الحاكم ويعيش في برجة الحاكم، ده في ابتلاءه هو. إنما أنت ابتلاءك في جوعك، في فقرك، ينبوعك، في بوزك، في قهرك، في سجنك، في حبسك. انتوا شعب وربنا خلق الناس كده، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ها. وانت ممكن تبقى حافي، واحد ممكن يبقى حافي وجعان ومقايح وقيحة وعايش على مية ساقعة بس. انت متخيل بني آدم نتن عايش على مية ساقعة بس؟ يوم يا شيخ عادل؟ لا. يومين؟ لا. اسبوع عايش على مية؟ لا. شهر يا شيخ عادل؟ لا. طب سنة يا شيخ عادل؟ ده كده يبقى كذب بقى، وابن كلب نخاع اللي قال كده. حد يعيش مية سنة على مية بس؟ 10 سنين. كبروا تكبير، تكبير. 10 سنين مفيش في تلاجته الا مية بس. مية ايه؟ مية بس. مية يا مدبولي؟ مية بس. مية يا كامل؟ مية بس. ومحدش سمع له حس. يبقى ده نبي، ده احنا نعمله مجاب. هو في بني ادم يا شيخ عادل، انسان عادي يعيش على ميه 10 سنين؟ ده الطيبات، نظام الطيبات بتاع ضياء العوضي، ولا نظام الانتصاريات اللي انت عامله يا شيخ عادل، والناس بتفرفر في السكه وبتموت. انما ده 10 سنين على ميه ساعه. اقول لك بقى، انت عايز تعادي ولي؟ عايز تعادي ولي من اوليه؟ ومن قبل ما يصبح ولي ربك اختار له ايه؟ ها، عشان عارف هيبقى ايه. عارف ان ده هيعيش على الميه بس، فمن عشرات السنين زوجه ببرميل عشان الخزين، وخزنت معاه واستحملت. لو عندنا حد من اليمن يسامحنا في موضوع التخزين ده، بس هي كده الزوجه الايه، الزوجه الكنيزه، الزوجه الصالحه الكنيزه بالظبط. بتكنز معاه، بتخزن ميه، بتشفط، بتعبي، بتجب، بتقلمز. تلبس يعني بتقلمز، بتقلبز، تملى الكنبه يعني والارداف وكده. ليه؟ كرش براميلي. ومن حكمه بقى، حكمه الخالق او الصانع، الصانع بتاع البلاستيك اللي ما بيعملش البرميل فلات كده. انت بتلاقي البرميل كده كده 11 وبعدين يرمي على 8 بطن البرميل. تستوعب بقى البرميات دي على رأي اكس 7 كوكس. يستوعب بقى اكل، شرب، بترول، ذهب، مناجم ذهب، مناجم بترول، حقول غاز، طيارات، قصور بيجوب. ومش ليه هو بس، ده هو براميل نظام البرمائيات او البرميليات بيبقى ابنه جنبه، يعني ممكن زي الكونغو، فممكن يعبي مصانع لبان عشان يبنوا برضه. اهو نور الجنه بتقول لك هو ده الشريف للبلاستيك.
في سبيل الشلت والجناب، صح؟ املي الارداف يا بت. حضرتك غيرت مكان الدرس ليه؟ صلحت مع الدكتور ولا بتاخد جلسات عندي؟ ابدا، هو نفس الاستوديو. احنا في كلنا في القناه التانية. لقد زنقنا في هذا المكان. الحسد الذي أصاب هذه البلاد بعد تقصي ثعالب المخابرات ورجال الصحراء وديوك البرابر وبيض اليوم، وصلوا إن مفيش مؤامرة خارجية، لأن حصلت مصالحة مع الدول اللي كانت بتعمل مؤامرة. المؤامرة الآسيو تركية والأفرو آسيوية والقطر آسيوية، البلاد دي خلاص في حالة تصالح. أمال مين بقى اللي بيعمل علينا مؤامرة؟ ده حتى الصناينة دخلوا في حرب ووقفوا على الحدود واخترقوا لا مؤاخذة كامب ديفيد دي وكروهوها. يبقوا مش أعداء، مش صناينة. أمال مين الأعداء الوطن؟ مفيش إلا انتوا. اتضح بعد البحث والتقصي إن الشعب هو عدو الوطن. إزاي يا شيخ عادل؟ أنت بتقول كلام لم يأتي به الأولون. وماله؟ يعتبرني بهبت؟ ما انت اما بتقبل هبد يعني، انا بجيب لك بقى هبد بالهوك ستيب وشرعي وبالدليل. انا بقنعك بالدليل، يعني بالدليل بالعقل والنقل والهمسات واللمسات والصبر الطويل. طب ازاي طب ايه دليلك يا شيخ عادل بقى؟ ازاي احنا نحسد بلدنا يعني؟ وازاي احنا عدو بلدنا؟ ما انا قلت لك عدو اهو. من ازواجكم اولادكم ازواجكم وابنائكم عدو لكم فاحذروهم، صح؟ طيب ازاي طب احنا نحسد بلدنا يا شيخ عادل؟ ده احنا ما بيجيلناش ما يحسد المال الا اصحابه بس. وانتوا اصحاب المال ده يا فاطمه يا صبري، انتوا اصحاب المال ده ويا نور. بلد دي بلدكم بالظبط. انتوا ساند الوطن ده، انتوا مريديه، دي فلوسكم. ابر الفلوس دي فلوسكم، والذهب ده والمناجم ده دي فلوسكم انتوا، وحقول الغاز والاراضي اللي بتتباع دي فلوسكم. بس ما ينفعش تاخدوها انتوا في ايدكم، هتاكلوها يعني؟ هتاكلوا البلد يعني؟ فبيحصل ايه؟ مش مصر هي امك؟ امك بتشيلها لك يا اخي، امك بتشيلها لك، خبيها عندها. الدوله بتشيل الفلوس دي، كترت في ايديها والخير زاد، ولادها يحسدوها. صحيت الصبح ما لقيتش فلوس. طب السرقه يا شيخ عادل؟ محدش عارف، مليارات بتروح، محدش عارف، مش عارفين نمسك حاجه على حد. طب في كاميرات؟ لا، في هيئة كل حاجة بتعمل لها هيئة فلوسها هيئة الدواء، هيئة المواني، هيئة مش عارف الذهب، كل هيئة. أول تسمع كلمة هيئة بقرار رئاسي بيطلع لها تشكيل هيئة، كلمة هيئة يعني الحسد يبدأ بقى. بقول لك مليارات، تريليونات، فرعونيرات، فلوس بتضيع مش عارفين فين، مفيش بركة. ايه مستعجب؟ مفيش في مرة كده انت قبضت حتى على مستوى الشخص يا جماعة؟ حتى يعني لا نلوم الدولة، لا نلوم الدولة حتى على مستوى الفرد، الفقير او الشحات. ما انت ساعات بتقبض فلوس الشهر والشهور ماشية عادي، ساعات تيجي عليك شهر تحس كده مفيهوش بركة، وانت بتقولها بعضمة لسانك، انت تقول ايه؟ الواحد مش عارف الفلوس راحت فين. نفس السيد المسؤول اقول لك الفلوس راحت فين، مش عارف. هو مش عارف. والبنك المركزي والجهاز مش عارف اداري للمحاسبات برضه مش عارف الفلوس راحت فين يا اخويا. فتستنى بقى تقبض تاني، يعني بتعك يعني. فانت عك وربك يفك، يعني هي الدوله ماشيه كده، وطالما بتقبض الشهر خلاص. ازيك يا خلود؟ محمد البغدادي، منورين، منور يا محمد.
شالوا منه كله علادي، وادي محمد البغدادي. محمد البغدادي جه، محمد البغدادي راح، اهي فلوس الدولة مفيش. فيعني لعلنا في معرض الحديث جاوبنا لماذا كانت قوات الصاعقة في مدينة العبور صباح هذا اليوم. الحاجة التانية، كانت رجال الصاعقة موجودة في هذا اليوم، هي كانت شرطي يعني، شرطي يعني، مش شرطي يعني شرطي، لا أنا راجل شرعي، أنا بلمس بنطقور يعني حاجة تعدي الركب، مش شرط، مع إنه على أرجح الأقوال ما فيهاش حاجة، بس أنا راجل طاهر شرعي، وبلبس ساعة في إيدي اليمين، وبشرب المشروب بإيدي اليمين، أهو بشرب باليمين والساعة في إيدي اليمين. قول لي إزاي يا شيخ عادل دي في اليمين ودي في اليمين؟ أقول لك اقشع بقى، ما تسألش عن أشياء. ها، لو أنا أديتها ليك أنت عقلك يضيع منك، تروح البرامستان. أيوة يا مجهول، إيدي الاتنين تمشي يمين، أنت مش هتستحمل أشرحها لك، فإيه تخشع بقى، اخشع. يمين من ناحية دي يا أخويا، ها، ويمين من ناحية دي، عشان دي كاميرا. بالنسبة لليوتيوب يمين، بالنسبة للتيك توك يمين. اهو انا كده بشرب بايه؟ بايدي الايه، اهو يمين. بص اديك مثال تاني، معاك 100 جنيه، هات 100 جنيه، كل واحد هديك انا مثال اهو، كل واحد طلع 200 جنيه او 1000 جنيه، هنعمل تجربة، ابعتوها دلوقتي على الهوا. الدولة شغالة كده، حاوي. فاهم، بتقلب الزباين وهم قاعدين. وفي الاخر انت تقتنع برضه بعد ما تدفع الالف، هتقتنع ان هما الاتنين يمين ولا تبقى حمار؟ ما انت تقتنع ان انت اتسرقت ولازم هتدفع عن فلوسك، يا اما تقول اه صح ده سبحان الله الراجل الاتنين يمين، ده حد شيء غريب، ده سبحانك يا رب، ده والي بقى، والي، ده والي، ده والي، ايوه والي، ها، غصب عنك والي، والي من اولياء الحكام الصالحين، ها. اللي دفع حاجه احنا شايلها له، الناس اللي بعتت 1000 ولا حاجه احنا شايلها لك. طيب، يعني ايه الناس نزلت في مدينة العبور بشورتك يا شيخ عادل؟ شيخ عادل، انا مش ببخر البلد ان انا اجيب بخور بقى، ها، ولا اجيب لك عروسة واعمل لك عروسة وكرتقها، ها، شغل الجهل ده، ده جهل، مفيش حاجات اسمها كده، في رقية شرعية، مفيش حاجة بترجع الجهاد عادي. ده مش عشان انا، الفلوس دي مش عشاني، ده عشانها هي. انا مش بتكلم، بص، الجمهور الشعب حفظ، اهو مش عشان انا، ده عشان لاجلي بس. خلاص يا جان، الجمهور بيقول لك ده عشانها هي، صح، صح صح، صح، فاطمه صبري صح، كله صح، كل الناس دي صح. طب يا شيخ عادل، انت ما بتبخرش، امال بتعمل ايه؟ انا بجيب جنود، مدد، بجيب جنود يطلعوا بقى صعقه، يطلعوا من التنشين زي ما يطلعوا، وارقي كل واحد منهم، ارقيه الرقه الشرعيه، واحط ايدي على دماغه وعلى صدره، بس ببقى في حائل يعني، بحط ايدي كده على دماغه او على صدره، ما اصل الناس دي بتبقى ايه، احساسها مش زي الناس التانية يعني، بيلعبوا صعقة، واقوم حاطط ايدي كده على صدره،
واقرا رقى الشرعيه، ارقي بقى ايه 600 800 واحد فحل من دول، بس اجيب فحول بغال ارقيهم واطلقهم بقى، اجري لي يا ابني في مدينه العبور. فالبركه اللي هو خدها من الرقى الشرعيه مش شايفكوا عادل، تقعد بقى يلف بقى. تخيل مدينه العبور دي في واحد بركه عمال هوب واسمها اختراق ضاحيه، يعني بيخترق الضاحيه. يعني البركه، لذلك انت تشوف الخير اللي هيحل على مدينه العبور وقد حل 2 مصانع اتحرقوا. ها لان الناس دي بتشتغل باخلاص، مش عشانها هي، عشان بس. نبيل مرسي منورنا، نبيل مرسي منورنا حبيبي، تسلم ورداتك، ده كفايه وجودك معانا سعاده اللواء، سعاده اللواء يا باشا. شهاده على مال الشيخ عادل اخدها بعد كتابته لكتاب الصاروخ الالماني في الرد على الالباني في 10 اجزاء، وكتب الرد بالحجر على من عرب السكر. انت متابع بقى كتبي كلها. بقالي مده بدرس عندك، متى ترقيني لرتبه منافق اول يا مولانا؟ اصبر، صبر بالتصبر، والعلم بالتعلم، والنفاق بالتنفق. فانت ادفع عشان تقب. ما انا بجيبها لك على صراحه، وانا رحت لك ستيب بيه؟ ما انا بندفع. شماء هات سجاره يا بنتي، لا دي ماركه، انتوا بتشربوا كروبات. انت اصلا في نظام الانتصارات مفيش شرب. السجاير في الانتصارات غلط، في الطيبات عادي حلوه. ولا نوتيلا، نوتيلا في الطيبات، الانتصارات لا مفيش حاجات دي خالص. نبيل مرسي ومجهول تسلم ورداتك سعادة اللواء، سعادة العقيد. الله، دي الدولة كلها عندنا هنا في التيك توك. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. امال فين بوجدادي؟ فين؟ اسد يا رب، اسد يا رب. محمد بيقول بايع دينك ووطنك. ازاي يا ابني ما يتباعوش مع بعض؟ ما يتباعوش. وبعدين انا لو ببيع ديني ابيع بالغالي، لانه غالي عندي، ده دليل انه غالي عندي، ده دين. النفاق بالتنافق، يعني بتقعد تنفق عليه عشان تحصل على رتبة نفاقية. وانا ما انا بصرف عشان اطلع، عشان اقول لك هذا العلم، كاميرات واضاءات واستوديو، عصاية غالية، طاقية حمراء، دقن، سايب الكانتين. ده انا عقيد. محمد مفيش رجوع لمصر، خلاص ينسى. يا اخي وطنك ولا مصر؟ وطنك ولا مصر؟ الوطن اعز من مصر عندك. منين بقى المصاريف دي؟ لاك ستيب، تليجراف جاي اهو متاخر، بس جه متاخر. الزرافه بتكبس ازيك، الزرافه الجميله، الزرافه الحلوه بتكبس. مغالي اهو، مغالي الغالي اهو. مغول، معقول مغول؟ البرميل وجوزه ونعلقبه اللي بيعوزه ماشي يعني. المهم بص، مفيش حاجه ببلاش. عشان بس الاخ اللي بيقول عايز اترقى في اللايك ستيب، مفيش حاجه ببلاش. هتدفع، يعني هتدفع هوريك اللي عمرك ما شفت. ده عايز، لو عايز تترقى في الدنيا. طب عايزين نترقى في العلم اللي دونك يا شيخ عادل، يعني في الحاجات الروحانيات، عايزين نتعلم الرقية الشرعية، هتدفع. مش طمع مني، بس انا عارف علاج قلبك. انت بتحب الدنيا، فلازم انزعها من جيبك، من قلبك. لازم اخد من ايه فلوسك. وهذا ما تفعله وزارة الاوقاف بالتنسيق مع السيد رئيس الوزراء مدبولي، عشان ياخد الفلوس من جيبك فتنتزع من قلبك، ها، وتوضع في البنك المركزي. صح؟
اهو محمد بيقول اخركم على التيك توك، وهو ابن الاحبه جاي معانا ليه؟ طب انت شايف لا مؤاخذه تعريس وجاي هنا ليه؟ ما احنا جايبينك زي الكلب اهو، زي انثى الضبع اهو. بقول لك جا- جايبينكوا اهوت ومرشدكوا لبس نقاب، ما انت جايبينك جرينك منهم اهو. يعني هدفنا ها المعرس اللي زيك حلو، كويس، تيك توك بدأ يجيبه، نجحتوا. طب انا عايزكم كل يومين تجيبوا لي معرس زي ده. ليه؟ لان ده دليل على ان احنا قلبنا وصل الى حد النفاق. مش النفاق اللي نفاق بالنافق ربنا والعياذ بالله، لا، بالنافق المنافقين، بالنافق المنافقين، يعني بنضايقهم. صح؟ ما هو المنافق منافق، سالب مع سالب موجب ازاي؟ اسالك سؤال، الدولار كان بكام؟ الدولار كان بكام؟ ها يا وود اند زين؟ ممكن دلوقتي منافق اول مش عشاني لاجل هي تعيش ماشي، انت منافق اول، كود منافق اول انت. ده اهو داعم للقناه، اهو دليل اهو. ده لو قاعد يذاكر للصبح مش هيبقى منافق اول، انما يعني انفق عشان يبقى منافق اول. خرج من قلبه حب الفلوس واداها للغير عشان يقول انا ما بحبش المال. الله، ما انت طب عشان انت شيخ عادي اللي بتاخد الفلوس دي وانت بتحب المال؟ لا يا ابني، انا برضو ما بحبش المال بس بعلمك. انا باخد الفلوس دي منك بحطها في البنك. يعني مش ليا، مش ليا، انا بحطها في البنك للدولة. الدولة هي اللي بتستفيد بيها، والبنك برضو بيديها ليها هي، جمعية ودايرة، وهي بتاخد منك وانت بتشتغل وتدفع الكوتة، وتقوم تيجي تدفع رشاوي عشان تاخد حقك في طابور ولا في جمعية ولا في حتة، ولا تاخد تعلم عيالك، تدفع كوتة عشان تاخد رتبة عندي بتدفع رشوة. ها، فباخد منك وبديها. يبقى ايه؟ ربنا بيرزقنا مع بعض. بالظبط بالظبط يا نور، نشاط اقتصادي، نشاط اقتصادي. ليه؟ عشان ما تفضلش الفلوس عند الأغنياء بس، لازم تقعد تلف علينا كلنا. اهو بهيجي الشرير اهو، بهيجي الشرير مع انه شرير بس جاي بيدعم القناة ويقول لي يا شيخ عادل رقيني، عايز ابقى شرير قوي مش شرير بس. فهمت ازاي بتيجي ازاي؟ فلما اخد فلوسه دي مش عشاني، انا بحطها في البنك، البنك ده ياخد بنك مركزي، يقوم ناهب عمليه ان هو ياخد المعاشات عشان ميرفت بتيجي وخايفه على المعاش، يقوم واخد ومديها، تبني قصر، يسقط الفلوس، الدولار يعلى، انت تحتاج، فلما تحتاج هتيجي تاني. اهو بهيج، اهو بهيج البهيج حصل له بهجان. طب اصرف منين؟ اجيب منين؟ هتدفع، هيقطع عنك نور ميه مواصلات، حياتك هتبقى كار، هتبقى واخد رخصك، لبسك قضيه، لو انت ماشي جوه الحيطه عليك تصالح البيت، بيتك مخالف، بلكونتك بروز، شكلك منبوذ، غاز، دواء، خضار، عيش، من رويل، الحاجات دي عايزه تصرف. وائل، عاوزينك يا شيخ وعادل تفرق علينا لحمه في العيد، ما تهربش من الاجابه. موجود، موجود. ما في نظام الانتصاريات في صيام للدولة وفي تضحية للدولة. الدولة بتقطع من لحم الحي، فهمت؟
بتاكل لحم الغلابه، بتاكل مال اليتيم، بتشفط فلوس المعاشات والضمان الاجتماعي. ده اللي مسموح باكله. ده نظام اقتصادي غذائي تمشي عليه دوله، ولا يا خلود؟ كبسه. اسد يا رب، ذكر، اسد ذكر. لما انت في التيك توك تبعت اسد، هو انا بمشي في الشارع ماسك اسد؟ عمرك شفت مواطن ماسك اسد؟ ها، رابط في سلسله اسد كده؟ لا. ده الاسد ده بيترجم في صوره حاجه من خشاش الدنيا، فلوس. باخد الفلوس دي مش عشان انا، اوعى ذهنك يروح لبعيد. الفلوس دي بتتحط في بنك مركزي مش بتاعي انا شخصيا. هو البنك باسمي؟ مفيش حاجه باسمي، اسمه بنك مركزي. يعني ده مركز للدوله، يعني زي بيت المال كده بتاعها. فبنحط الفلوس دي كلنا، بنحوش عند امنا الايه، الجوله. امنا دي بتاخد الفلوس دي، امنا الغوله برميله، بتتخمر على التدلية، تملى كده، تملى الكنبه يا بيت، بتتخمر الفلوس دي، ثم تنتج ايه بقى؟ غاز، انتاج، فلوس تاني؟ لا، غاز بس. طب الغاز ده نصدره يا شيخ عادل؟ طب ولا الليله السوداء ناخد؟ يقول لك لا، ده غاز غير قابل للاستخدام العدمي، يعني ما بيستخدمش حتى في صناعه. ليه؟ لانه خبث، لان الفلوس دي جايه من خبث. انت مش مطلعها بحسن نيه، وبقول لك محسوده، مصر محسوده. احلى مسا عليك يا شيخ عادل، اهلا يا ابو نشير. والله عندك حق، تاكل لحمنا وتستنزف طاقتنا والحصيله، كسكسه وفقر وتهميش. انا جبت حاجه من عندي يا نعيم؟ ما جبتش حاجه من عندي. تنتج برميل ازرق. انت مالك ومال السيجاره اللي في ودني؟ خليك في حالك، خليك في حالك. ترك ما لا يعنيه. انت عارف احوالي القلبيه ايه؟ انا بشرب سجاير ايه في ودني ماشي، والعلبه ورايا ايه، بس انت عارف حال قلبي ايه؟ انت مالك وانت تعرف؟ طب انا قلت لك ان انا بشرب عرقسوس سخن ولا عرقسوس ساقع؟ صح؟ صح. يا كوكو، يا كوكو، يا كوكو. 46 28 بيقول لي انت اهبل ولا شكلك كده؟ سكلاتك امك، سكلاتك امك يا ابن النادله الحمقاء. وانت فاكر عشان شيخ عادل ما نعرفش نجيب الاوساخ اللي زيك؟ لما لك استب اثبت امك انا في الشارع. لا احنا مش شيخ عادل، واحنا مش اخوان. لا ده انا، ده نفرم اللي جابت امك. تيجي هنا احط على اللي جابتك. انا بقول لك اهو، شكلاتك امك. ايوه شكلاتك امك. التيك توك كله بيقول لك شكلاتك امك. اللي بيسال عن المنرويل بقى، تبص يا اخي انت مش عارف انا بشرب ايه، فانت بتسلم، بتسلم للامام بتاعك الشيخ بتاعك. يعني لو واحد قال لك ده يا عم عمال يشتغلك بقاله سنين وبيقول لك ده عرقسوس ومش عرقسوس، ويقول لك مره يقول لك شاي ومره يقول لك مش عارف ايه، ده نبيد. افرض حد يعني كذب قال لك كده، ده نبيد، تصدق؟ انت لا تصدق ولا انت مش عارف، الا لو دقت، الا لو دقت. وانت فقير ما تدوقش. كذلك السجاير، مش عرفك يا محشيه ايه. وفي اطباء دلوقتي، ضياء العوضي قال لك مش مضره، قال لك مش مضره، ده في داخله في النظام، ده دخان نفس داخل خارج. فخلاص انت مالكش علاقه، الطب نفسه مختلف. هي ذكرت في القران؟ ما ذكرتش في القران. تشغلش نفسك انت بالعلماء. ده يعني احد الاراء يقول لك انت لو شفت ولي الامر، وانا هنا في التيك توك وفي اليوتيوب ولي امرك دلوقتي عالم لدنكي، لو شفته ولي الامر الحاكم بقلة ادب، بقلة ادب على الهوا نص ساعة، نص ساعة. يعني ده ما اعرفش شارب ايه، رافع حجرين ايه ده ولا برشمتيني؟ نص ساعة لا يجوز ليك الخروج عليه.
سيجاره سجق، تروح انت تقول له ايه في السر، تنصحه في العلن، يبقى انت اللي غلط. ده انت يقام عليك الحد في الامن الوطني. بتعمل ايه؟ بتنصحه في السر. فين؟ طب يا شيخ قاعد اروح له فين ده انصحه في السر؟ في اي مبنى امن وطني يا اخي، في كل حي في مبنى امن وطني. تك تك تك. مين؟ انا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضل. انا عايز اقول لولي الامر حاجه، وتكون لابس جلبابك الابيض، وتكون مربي دقنك بسيط، يعني عدي يومين ثلاثه سيب دقنك تطلع، عشان يعرفوا ان انت راجل شرعي. وانت اصلا ما تقول لهم ولي الامر يعرفوا انك شرعي. يقول لك ايه؟ ايوه انا ولي ونصيحه لولي الامر. ضغطوا عليك، اوعى تقول ايه، لان انت شفته بايه، بيهرس نص ساعه على الهوا. تقول دي حاجه بينه وبينه، لازم اقابل ولي الامر. تمسك برايك وهم هيتمسكوا برايهم. هتفضل عندهم الى ما ان يشاء الله، وهتخرج باجل معلوم. بس يبقى طبقت النواحي الشرعيه، ما خرجتش عن النهج والبيان. يتريقوا عليك بقى، يطلع لك بقى عبد الله شريف يقول لك مزابله مش انت بص، انت ماشي على النهج السليم. ان شاء الله تتحبس 300 سنه جوه او بره، ما اللي جوه محبوس واللي بره ملبوس، صح؟ يعني هو اللي جوه حبيس، طب وانتوا ايه اللي بره؟ مناحيس مواكيس مش فارقه. يبقى طالما كده وكده مش فارقه، يبقى تخليك بقى على المستشارة المستقيم. الشيخ عادل، ما دليلك؟ ما احنا بنمشي في الدليل. انا ما احبش اقول ايه الراي الشرعي او الراي الوطني او هاك ستيبي والناس تمشي كالدهماء والجوجاء. انا عايز اخرجكم من العوز، عايز اخرجكم من العوز، العوز الفكري والعلمي والشرعي. اهلا يا عبد يا عبد الله فرج، غزة ارض العزه. انت من الاولياء يا ابني، خش اتفضل. واحد خد لقب اهو، دعم للقناه خد لقب. فانا مش عايز المريدين بتوعي، ها يا عمر، المريدين دول يبقوا ماشيين وراه كده منساقين. لا، ده لو حد جاد لك قول له حكم الشرعي، حكم الوطني. انا عايز فنز وطنيه، زي البنزينه كده اللي اتباعت، او زي الفراخ اللي اتقطعت عننا وبتصدر دلوقتي العراق والكويت وقطر. عسل، هم عايشين فراخ عندهم رخصت وبقت عسل، واحنا عندنا لا، انت خليكوا ايه، تاكلوش فراخ مسمومه، انها مسمومه، انها مسمومه. يعني انت متخيل كانوا بيوكلونا رجلين الفراخ والهياكل، بعد كده يقول لك لا دي ما تنفعش الاستخدام الادمي. ليه؟ لان هم عايزين، الكويت والعراق وقطر عايزين فرخه على بعضيها. والله زي ما بقول لك، الصادرات للايه للبلاد دي، الثلاث دول دول، الكويت والعراق وقطر، واخدين دلوقتي فراخ مصر، وواخدين بيض مصر. انت متخيل؟ واخدين بيضها، واحنا طالقين علينا ايه مجموعه تقول لك ايه ده حدش ياكل بيض ولا فراخ. ليه؟ لان ده حق اخواتك في قطر. احنا دلوقتي بنصرف على قطر، وبنصرف على الكويت، وبنصرف على العراق، بنديهم الاكل، هما بيدفعوا بالدولار. طب احنا بناخدهم في ايدينا الدولار دول؟ لا مش في ايديك، دول بيتحطوا في مصلحتك بصوره اخرى، لان انت قلبك ما يستحملش الصبه الدولاريه. ربنا يعافيكم الصبه الدولاريه دي. فبتعمل لها عمليه تحويل وتبديل، وترجع لك تاني تصب في مصلحتك. فهمتني؟ فهمت هي ماشيه ازاي؟ انت عارف بقى دول القائمين على ايه؟ على الصب، بياخدوا منها طبعا، بياخدوا منها. هنتقاسم الدولارات انا وانت، وده حق شرعي لا، هنا الدولارات حق وطني. الدولارات لا انا ولا انت بنتدخل فيها، دي بتروح البنك المركزي، وهي بنقول لها ايه دي مركزي، وفلوسك جايه لك من البنك المركزي. تجيب بقى اللي تجيبه، عقد مش عقد، حاجات من كده.
قال ان بدات صباع كفته، صباع كفته يتغذى عليه. صح، صح. طهرنا يا شيخ من حب الدنيا، فاطمه صبري. شيء انا بتعامل مع قلوبك وجيوبك، بتعامل مع القلب والجيب. ليه؟ مش علم للغيب، ها؟ لكن ده شغل الاولياء بقى، اولياء الحاكم. احنا اولياء الحاكم. فانا عارف اللي ينفع مصلحتك، وعارف ايه اللي يتصب في مصلحتك. امتى اعطيك وامتى امنعك الفلوس. هي لحد دلوقتي منعاك وهي الفلوس، هي ادرى بمصلحتك. انت مش مطلع على كل حاجه، في حاجات في الكلاويس انت ما تعرفهاش. ما دليلك يا شيخ عادل ان الدوله محبوسه؟ ما تلفش بينا بالكلام، ايه الدليل الشرعي؟ المونرويل عطل مرتين بعد الاولى. يعني اول مره المونرويل عطل بين محطتين، مشكور سيد كامل وزير كذب. يعني ما هو كذب، لان ليس بعد الفشل ذنب. هتقول ايه؟ وزير كذاب؟ طب ما هو قال لك انا فاشل خلاص، فدي خلصت. يعني الراجل تعرى امامكم لله، تعرى امام الشعب وقال بصوا انا فاشل في الاداره. قال كده، خش على اليوتيوب، اكتب على اليوتيوب كامل الوزير يعترف انا فاشل في الاداره، انا ما بعرفش ادير ومش همشي. تعرى امام مين يقدر يستحمل على نفسه كده الا راجل ولي. ولي مش عايز حاجه من الدنيا، مش عايز صورته قدامكم. انت تلحظ ان كل اي وزير في اي حته بقى عايز الناس تديله السوكسيه. ده وزير ناجح، ده وزير فاشل، ده وزير. كما علمكم باسم يوسف الفتنه. باسم يوسف هو اللي زرع الفتنه. باسم اسمه ايه؟ باسم عوده، وزير التموين الاسبق، ابان الحكم لاخوان. خلى ازازه الزيت نضيفه ومش عارف ب 3 جنيه، رغيف العيش كان قد كده، ها، وفي كرامه للمواطن، والاسعار بدات تبقى ترخص، والست واقفه قدام الوزير في السوبر تقول له ده اسمه كلام؟ ده ازازه الزيت نضيفه كده وب 3 جنيه. ولا طب عايزاها بكام؟ تقول له لا انا اقدر اجيبها، هي حلوه 3 جنيه، بس في ناس ما تقدرش. ها الوزير ده، شوفوا انتوا كلكم تقولوا ايه؟ باسم عوده، الله يرحم ايامك يا باسم يا عوده، افضل وزير تموين جه. خد حقه في الدنيا مديح، خد حقه في الدنيا من المديح. مش الناس خلاص بتشكر في باسم عودة؟ خدت حظك يا باسم يا عودة في الدنيا، والناس قالت ده وزير ناجح وكان بيتقي ربنا في الشعب. خدت الكلمتين الحلوين يا عم باسم عودة، ماشي. الله اعلم بقى تاخد ايه في الاخر. انما بقى الوزير كامل الوزير خد لعنات في الدنيا، محدش الا بيلعن سلسفيل امه. ها سواء عياله حد عياله اتفرمت على الدائري، حد اتعطل في شركه، حد اتعطل في المواصلات، الفقر اللي احنا فيه الله يلعن كل ده حسنات عنده هو، بياخدها حسنات عند الوزير. ثم بعد ذلك تعرى قدام الشعب وقال لكم انا فاشل، انا وزير فاشل ومش هامش، وعمل لكم كده على الهوا. اقولها تاني اهو، احنا فاشلين في مش بقول انا فاشل، بقول احنا، اشاره للمؤسسه، يعني ريحوا بص، فاشلين، فاشلين. مين هم دول؟ اصل الراجل قال باللفظ احنا فاشلين في الاداره، احنا مين؟ وانت جاي من مؤسسه عملاقه بخلفيه عملاقه، قال لك احنا فاشلين في الاداره. وهي مؤشرات الفشل صراحة واضحة في الاقتصاد والإدارة والتجارة والوزارة الخارجية، العلاقات الخارجية. مصر اتقزمت، مصر بتتباع، أراضي بتتباع، وزوج بتتباع، اقتصاد بينهار، الدولار فشخ الجنيه، الناس بتموت بتنتحر من الفقر. بدأ من الكلابولا بقى يطلع لك أنظمة مش عارف طيبات وانتصاريات وفقاريات وعملات. الشعب في السخلمانة خالص، ربعه معتقل. المصانع يا بتتحرق يا بتتباع. لسه النهارده الصبح اهو 3 مصانع محروقه في العاشر، منهم 2 في العاشر. ايه الفشل ده؟ ايه اتفاجئت، اتفاجئت ان ده فشل. هو الراجل قال لك احنا فاشلين في الاداره، جاب اخرك، مفيش زله تمسكها عليه، اصبح راجل حر، اصبح راجل حر.
شُفت بس شُفت إزاي، بتيجي إزاي، أهم حاجة معاملة القلوب. القلوب يا أحباب. مرت الحسيبة النسيبة زينب بنت جياد السحلي على قوم يأكلون من لحم غنم وإبل وياقوت ومرجان ومعهم حقائب ماركات عالمية وساعات أوميجا وعقد لولي. انتوا عارفين القصة بقى. خلاص. يبقى احنا بنقول ايه؟ المونوريل عطل مرتين، والنهارده اتحرق مصنعين. يبقى محسودة ولا مش محسودة؟ كذب الوزير أول مرة قال لك أصل إيه، هو واقف ما بين المحطتين، المترو المونورويل واقف ما بين محطتين، ده مش عاطلة، ده واقفة ضمن الخطة. يا ابن الأحمد، الخطة دي خطة إيه؟ يعني إن الخطة إن المونورويل يقف يعطل ما بين حطتين؟ قال لك دي خطة. ما انتوا شعب اهبل بقى، فاهم؟ شعب اهبل. يقول لك ده انا قصدها. قصدها ازاي؟ ده فضل مركون بين المحطتين بالساعات. يقول لك ايوه هي الخطه كده، وعشان يثبت لك انه خطه عطل كمان مرتين. تبين لينا بقى ان دي مش خطه ولا حاجه، ده هو كل شويه عايز يثبت لك انه فاشل علشان يبرئ نفسه من عجب الناس. انا يا رب مش عايز حاجه من الناس، انا مش عايز مدح الناس، مش عايز الناس تقول عليا وزير ناجح. دي خطة ثعلب، صح صح يا نور، خطة ثعلب، بس مش ثعلب للدنيا، ده ثعلب للآخرة. بيخطط لآخرته، ياخد الفلوس ويطلع على بر آخرته. وانت كمان بقى تخطط لآخرتك. كل شوية بيبنوا لك مقابر، بيبنوا لك سجون، ما هو ده عشان آخرتك. يعني مش بيفكروا في نفسهم وبس، مش بيقولوا ان احنا هناخد الفلوس ونهرب ونسيب الشعب. طب واخرة الشعب؟ بنالك قبور، هدلك قبور، وبنالك قبور اوسع في حتت تانية، بنالك سجون للخلوة، للخلوة. خلاك على فد الكريم عشان تدعي وانت مضطر فيستجيب ربنا ليك. أمن يجيب دعوة الإيه؟ المضطر. فأنت تبقى كده مش مضطر وبتدعي، استجاب لك إزاي بقى؟ خدي بالك. فالدولة مش بس بتدير الدولة بفشل، لا، دي بتدير الدولة وجيوب الشعب، قلوب الشعب، مش جيوبها، تاني اللفظ معلش. بتدير الدولة وقلوب الشعب وليس جيوب الشعب. نور بتقول في 17 شاب جرقوا في مرسى مطروح وهما بيهاجروا. شفت؟ محسودة ولا مش محسودة؟ محسودة، ومحسودة في عقول شبابها، سايبين الخير ده كله الشباب وبيهاجر. يعني عندك كل الإنجازات دي، وكل شهر شهر ونص تلاقي مركب مليانة بخير الشباب يقوم غرقانة. يقول لك إيه ده، كانوا بيهاجروا هجرة غير شرعية، سايبين البلد وبيطفشوا بالخطر بس يخرج من أم البلد دي. ومع ذلك ومع ذلك بيسيبوا البلد ويطفشوا. طب استفدت إيه؟ استفدت إيه لما بتطفش؟ ليه بتهرب؟ لأنه مش شايف الحقيقة. هو حاسس بالجوع، حاسس بالفقر، حاسس انه فاته قطر الجواز. لا الشباب عارف يتجوز ولا البنات عارفه تتجوز، ولا في شغل. وكل شويه يطلع لك مدبول يقول لك ايه ده، معدلات البطاله قلت، والقهاوي بتزيد، والجريمه بتزيد. فالشباب يقول لك انا همشي اطفش. كل ده عشان القلب لسه مشغول بالدنيا، مش مشغول بالاخره. يا اخي ربنا كفلك خلاص. الناس اللي تنشغل بالدنيا الحكام هم مشغولين عنك بالدنيا، هم بياخدوا فلوسك، هم بياخدوا زهرة شبابك، مشغولين بالدنيا. تفرج انت بقى لأعمال الآخرة.
ولا تشغل نفسك بما نهبوا وما سرقوا وما أخرجوا إلى سويسرا من أموال وذهب وياقوت ومرجان وما أخلفوه من وعود فهو عند الله رب العباد. أنت مالك؟ مجهول بيقول أنا متفرغ أيوه عرفت فالزم بقى، ده شعار الدولة. عرفت فالزم يعني إيه؟ خليك في الزهد وعدم مساءلة الحكام، بس تشتغل كتير. ليه؟ عشان تكسب كتير، جيبك يتمالي فلوس، فالغرفة تبقى غرفة. ما هو الدولة عايزة شعب برضه خارج من العوز. هتفرض عليك ضرائب ازاي وانت فقير؟ هتفرض عليك، هتزود كهرباء وغاز وميه وبنزين ودواء وخضار ومواصلات وصحه وتعليم وكباري وإتاوة وجاي ازاي على واحد فقير؟ لا، لازم تبقى قوي. المواطن القوي خير من المواطن الضعيف، عشان الدولة تعرف تاخد منك وتديرهم وتحولهم لصباع كفتة وتصبهم في مصلحتك. مش إتاوة بمعنى إتاوة، مش إتاوة، لا ما تسميهاش إتاوة. الشيطان بعد لبسك بدل دي إتاوة، ده بيقلبونا. ليه واخدها بالمعنى ده؟ ليه واخدها هو ايه؟ هو انت امك لما كانت بتاخد منك فلوس العيد كانت إتاوة ولا خايف عليه؟ ما البلد دي امك، مصر هي امك. كانت بتاخد منك الفلوس، ما هي سابت معاك فلوس العيد حبيبي. انت كنت هتجيب سجاير ولا تشرب حاجه؟ السجاير ثبت ان هي عادي بقى عند الدكاتره. تشرب مثلا ويسكي او شمبانيا او كينيا حديديه او المراه اللولبيه، او تجيب بيره. امهات هرشه الحاجات دي بتقول لك هاتهم يا حبيبي، ايه احوشهم لك معايا. بتشوفهم بذمتك؟ بتشوفهم تاني؟ انا بذممك. ودي بقى يعني بر الوالدين. بر الوالدين اللي هو اهم من ابوك وامك. بتشوف الفلوس دي؟ ما كنتش بتشوفها وبتعدي عادي وسامحنا امهاتنا وخلاص. جاي بقى على امك الكبيره البرميله هتقول لي بقى دي بتاخد والمعاشات ضاعت والمرتب بيتاخد، ده بيطبعوا لنا فلوس طازه بيومها. فين الدولارات وفين القروض اللي بناخدها؟ على الاقل القروض يا عم، مش عايزين انتاج، فين القروض؟ انت هتبص لدي الغلبانه دي البرميله دي ما عملتش، ما عدتش مثلا ب 300 تريليون. ما عندهاش 300 تريليون. ده انت طياره الدهب اللي راح زامبيا من نبركم اتقفش واتطرمخ عليها. صحيح اتطرمخ عليها، يعني ربك ستار وغفور رحيم ستير. لكن طب وليه هي كرشها يقع في قلبها ليه كده؟ وبعدين مش بس مش خايفه على الفلوس والدهب الموجود، دي خايفه على محمود. اما اشرب شويه عرقسوس. الرؤوس حلال بايدي اليمين. وما اشوف الساعه كده بايدي اليمين مظبوطه. بس حاسس اني طولت عليكم. لو حسيتوا اني طولت عليكم قولوا خلاص يا شيخ عادل اكتفينا بالعلم الشرعي. الساعه كام؟ لسه 3 ساعات. تاني. وزير التموين وزير التموين بيقول الدولة بتتحمل عشرات المليارات لدعم الخبز. هذا التصريح اليوم. ده معناه ايه؟ عشان تبقى تاخد من الشيخ عادل، تاخد من الشيخ عادل. اما وزير التعليم وزير التموين النهارده يقول ان الدولة بتتحمل عشرات المليارات من اجل دعم الخبز، معناها انت يرضيك؟ انت كمواطن يرضيك ان الدولة تبقى متحملة عشرات المليارات في دعم الخبز؟ تاكل حرام؟ ما ده الدولة يعني بيت مال المسلمين، بيت مال الشعب، صح؟ فيبقى احنا الناس دي تصرف على الشعب؟ ده راجل ومراته هيكفوا مين ولا مين؟ يا سيدي عيالهم بيشتغلوا هيكفوا مين ولا مين؟ كلكم تاكلوا عيش على حسابهم وكل يوم
عشرات المليارات تقبلها انت؟ واذا استحملت ضيف تقيل، ضيف تقيل، الشعب اصبح ضيف تقيل، استحملته شهر، استحملته الشهر التاني تالت رابع، لا كتير كتير. المفروض يبقى احنا عندنا دم، ونقول لوزير التموين يا باشمهندس طارق ارفع سعر رغيف العيش ما يهمكش. ثم نضحك هذه الضحكة السمجة بنت الأحبة. ها، انت عرفت موضوع الأوقاف ده يا شيخ عادل ولا؟ قول أين الطريق، قول قول لإخواتنا، كلنا شعب. يبقى أما وزير التموين بيلمح كده، ها، لما يدينا تلميح يبقى احنا نفهم التصريح. صحيح في بعضنا ما بياكلش عيش، خلاص ده نظام طيبات، ما تاكلش عيش عشان توفر لاجل هي تعيش، تاكلش فراخ ولا بيض لاجل قطر والكويت والعراق، ما تاكلش سمك عشان نصدره مش عارف لبره، البرتقال مضر ده حمضيات عشان نصدره لفرنسا وانجلترا، اوعى الفول، اوعى الفول عشان علف للدواب بتاعت مش عارف. اما انت تاكل ايه؟ عد في الحيط، عد في الحيط، حط في علاء، امسك في محمد، في حبه عيال مخاويق هنا، شد فيه حط فيه وصب في مصلحته. يعني هدفنا ان الناس دي تيجي بس وتتفرج تقعد معانا. طب ناكل ايه؟ ما انت بص، هتخرج من طيبات هتلبس في نظام البرميليات، هتخرج من البرميليات عندك نظام الانتصارات، هتخرج من الانتصارات في نظام المخرجات، مش ماشي على نظام، هتتحبس ومش هتاكل. ناكل من ايه؟ ما انتوا حافظين، ناكل من جوعنا. ونشرب من ايه يا شيخ عادل؟ نشرب، ها انا مش هقول انتوا تقولوا حفظتوا كلامه ولا لا. اما اشرب حبه عرقسوس حلال، صح فاطمه صبري، صح ورضوان، من عطشنا، صح، نشرب من عطشنا، ناكل من جوعنا ونشرب من عطشنا، ونصبر حتى يتعجب اصحاب الصبر من صبرنا. اصبروا، اصبروا وسطروا، اصبروا وسطروا عجب العجاب. حضرتك يا رب، حضرتك يا رب اللي داري بينا، حضرتك يا رب اللي عارف احنا ايه. عشان كده ايوه ما نشرب عرقسوس حلال. بحب ابل ريق انا كل شويه بالايه، شويه عرقسوس حلال، والازازه مشبره، يعني من 1980. بنت الاء فين؟ ما بنجيبش سيره حد، ما بنجيبش سيره. كبسوا كبسوا، اغيظوا اعداء الشيطان، كبسوا، اخرجوا الاموال من قلوبكم. نحن نريد اسود، نحن نريد اسود. ها، احنا عايزين في الامه دي اسد يا رب، ها، يرفع راس الدوله ونشعر بالقوه. والمؤمن الضعيف، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، احنا عايزين اسد. يا رب. محمد البغدادي بقول اسد، شايف بيجيبوا لي وراك فراخ يا عم انا طيبات ما باكلش ورد وما باكلش. والله الدوله ما بتعتق، بص ورده اسد هي، انا ورايا برميل بوشفط. احنا كعلماء هيك ستيب بنلم هذه الاموال ونضعها في البنك المركزي ونقول للست اهدي واركزي. يا ست يعني اليك النشرة، بدل القصر يبقى 10، صح؟
ليه؟ كل الحاجات دي مش عشاني أنا، كما قال حضرته، مش عشاني أنا، ده عشانها هي، لأجل هي تعيش. قلنا حريق النهارده مصنعين بالعاشر، وانا اظن اكتر من 6 شهور قلت لكم مفيش مصنع هيفضل عايش ليكي كل المصانع بتتحرق، اللي ما يتباعش بيتحرق. ليه يا شيخ عادل؟ ايه انت عارف الغيب يعني؟ من اكتر من 6 شهور ومن قبلها محذرنا ان الحرائق هتزيد. ساعة ما نزلت قلت يا ترى مين ابن الاحبل اللي بيحرق البلد ده؟ ورجعوا للفيديوهات. ايه بتعلم الغيب؟ استغفر الله العظيم. اقول لك لا، دي فراسة المؤمن. قلبي هنا ابيض، تحت باطن نضيف طاهر، ماليش في اللعب ولا في الحرام. انا اخد فلوسك بالرضا، ميه نور غاز، بتدفع ولا بتدفع؟ حد بيثبتك؟ حد من الدوله بيثبتك؟ ها يقول لك جزء شغل الاوتوستراد والطرق الدوليه ده لا، ما فيش فيه ده، انت برضاك ولا يا صعيدي؟ برضاك. كهرباء الوسط بتدفع، ادفع وبعدين اشتكي. يا عم ده انا عندي لمبه وثلاجه هم 25,000. يا عم طب ما انا مالي، انا محصل، انا مالي. تمسكوا ببعض، تتخانقوا ببعض، تروحوا القسم، السجن، تقتلوا ويقتلك. عيشوا مع بعض كشعب، انما في الاخر الفلوس لازم تدفع. دفعت دم اللي جابت امك في شقه وسكنت فيها، تصالح. يا عم ده انا ساكن في تصالح. تصالح على ايه؟ ده انا واخدها تمليك، كانت على ارض زراعيه. ازاي على ارض زراعيه؟ من ايام محمد علي كانت ارض زراعيه. ايه الصالح؟ طب وبعد ما تدفع التصالح يقول لك لا، في تصالح نموذج 7، وتخش على مراحل في التصالح. طب هتقدم على ميه يقول لك ده ممارسه. يعني ايه اي بص، اي مصطلح بس المهم انت بتعيش في الروتين وبتدفع. مين اللي بيدفع؟ انت اللي بتدفع برضاك. ده انت بتروح تقف في الطوابير تتحايل على الموظف انه ياخد منك الفلوس. يا لطيبة قلبك، يا لطيبة قلبك. شفت؟ شفت؟ بص عشان اوريك انا الفساد. شفت؟ يا اول مرة ازعل من تاني يا ابني، انا مش هو يا ابني. لما لقيتك بتسخر من ضياء الله يرحمه زي قنوات ولجان الحكومة. يعني انت زعلت عشان بسخر من ضياء، وما زعلتش ان انا بسخر من حاجات تانية. طهر قلبك، طهر قلبك. انت قلبك كده في ضياء بني ادم. لا، انا عايز قلبك ده يبقى فيه عادل. عادل وبس. واخد لي بالك؟ يبقى احنا ايه؟ ما ناخدش واحد بقى ايه تقف في طابور تلاقي واحد قدامك اسمه علاء تقعد تلزق فيه لا، تحرشات والقصص دي لا. انت رايح تدفع فلوس. رايح تدفع فلوس للدولة بخاطرك برضاك، وبتقول يا رب ادي فلوس انا مش عايزها، خدوا ادي الفلوس يخرب بيوتكم. اطلع من هدومك، هي عايزك تطلع من هدومك. شوف، تطلع من هدومك، هتلم هدومك. الجمعيات الخيرية هتغسلها وتكويها وتكيسها فلوسها تتحط فين؟ اللي هي تعيش. صح. يبقى هي بتاخد الفلوس دي عشانك انت. بص انت بتقول ايه؟ اطلع من هدوم، بتطلع من هدومك، بتخرج من هدوم، بتنخلع، اسمها بقى باللغه بقى الصوفيه بقى بلغه العلم الشرعي، بتنخلع من هدومك بقى، تنخلع من حب الدنيا.
لاجل هي تعيش. هي مين؟ طيبة قلبك، برميلك الازرق، ولاة الامور، حكام هذه البلاد الذين يسهرون على حمايتك. الشباب اللي بيجري في العبور ده رايح جاي مش عايزين ياكلوا ويتغذوا، دول لا طيبات، ما ينفعش معاهم طيبات ولا انتصارات ولا حاجه. اهو دول بياكلوا، لازم ياكلوا. خبر اهو جاي اهو. من اين الطريق يا شيخ عادل؟ الاف الفدادين في اسكندريه والساحل الشمالي عايزين ياخدوها من الناس، وبيقول لك دي اوقاف من الستينات، وعاملين تمثيليه بين الحكومه والاوقاف عشان ياخدوا اراضي وبيوت ملايين المصريين. الدنيا مولعه. طب ما تولع. هم انتوا عايزين تاكلوا مصر يعني؟ بيتك اللي انت ساكن فيه دلوقتي، سيبك يا ستي من اللي في العريش ولا في الساحل، ولا انت البيت اللي قاعده فيه ده هو ده ملكك؟ هو ده ملك الدوله. هتقولي لي انا واخداه من ابويا وابويا شاريه من جدي ماشي، ارجعي يا ستي لحد سيدنا ادم. ما الحته دي كانت فاضيه، املاك دوله. يعني ايام سيدنا ادم، ها، البيت بتاعكم ده كان اوقاف. سيدنا ادم نزل في حته واحده هو واولاده، هو ومراته وبعد كده وعياله. كانت حته ليه نزلوا فيها؟ دي ملك سيدنا ادم، والملك كله لله. بس البيت اللي انت فيه دلوقتي وانت بتكلميني وشايفه البث، البيت ده كان فاضي. دي كانت اراضي زراعيه، كان في ديناصورات هنا. يعني ايام من ايام الدوله ده، الدوله دي، الاراضي دي ملك الدوله من ايام الديناصورات. عايزه تقعدي، الدوله مش بتقولك خروجي، نتصالح، تدفعي تصالح، نموذج اول، نموذج تاني، لحد نموذج سابع، وبعد كده تطردك. بس انت قعدت الفتره دي بتاعت السبعه دول اما اشرب شويه عصوص حلال طاهر. بتاعت الانجليز الزيزاني، اه. عمر ممكن سيجاره بعد البث عشان التيك توك بيشوف الحاجات دي يعني بيقفل التيك توك. فخلينا ايه، حاضر مع بعض احنا، وفي عصوص كتير، نصبر بس. خلي بالك من امبابه يا عزيز. اهو بص الناس بدأت تحذر بعض. تحسن تاريخي في العلاقات بين الامارات والصهاينه. يعني في علاقات تاريخيه، اقوى درجات في العلاقات دلوقتي، استغفر الله العظيم يعني، هي ما بين الصهاينه والامارات. ليه؟ الجار اولى بالشفعه. ومن عاد اهل الكتاب بيعادي الرسول عليه الصلاه والسلام، ودول اهل الكتاب، ونحن اولى بموسى منهم. فالامارات واخده السكه دي، وهي علاقاتها حلوه جدا 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 مع الصنايعه. واحنا برضو ودينا طيارين ندافع مع الصنايعه، ونقف مع الامريكان والصنايعه ضد الغزو الايراني. الغزو على مين ما تعرفش يعني، بس هي يعني احنا دلوقتي تحت اداره وحدات عسكريه صهيونيه، فين؟ موجودين في الاراضي الاماراتيه. نوع من التعاون يعني على البر والتقوى. فايه، يد تقف في الامارات ويد تجري في امبابه. فده يعني انا بقول لكم شأن الدولة، عشان ما تهتميش برضه يا ضياء الجنة ولا نور الجنة، ما تهتميش بالايه، باللي بيحصل في الساحل الشمالي. الموضوع ده في الامارات برضه نفس القصة. جريدة سافلة، جريدة سافلة، تقول عليه اكتر من كده. بتقول على السيد المسؤول، بتقول السيد المسؤول طرح. ايه السفالة؟ ايه طرح؟ شغل التلقيح بقى. يعني ايه السيد المسؤول طرح؟ ترضى انت حد يقول عليك طرح؟ ها، تطرح جمع؟ لا هو مش قصدهم طرح ولا جمع. ها انت فاهم؟ كأنه يعني شجره وبتطرح، نخله وبتطرح، استظراف قوي. تقول لك السيد المسؤول طرح من نيروبي رؤيه مصر لانقاذ افريقيا. يعني واحد يطلع يقول كان كان السلق رفع نفسه، رفع نفسه. اه تريكه اهو. واحد يطلع لك الصحفي يقول كان علاء نفع نفسه. مش هينفع كده. الصحف المفروض تلتزم بالاداب والاخلاق. فما ينفعش اقول على سيد مسؤول يعني قد ابوك يا اخي تقول لي طرح رؤيته. بتتلاعب بالالفاظ، يعني قصدك ان هو ايه يعني؟ ما كلنا عارفين يعني بر الوالدين يعني.
بس دي مش المشكله، ان هو طرح في نيروبي ومدغشقر ازاي هينقذ اقتصادهم. مش انا مش فاهم ازاي. يعني ما البعيد اعمى. ما ده هنا ده الناس بتعض في الارض. ده الناس بتشنق نفسها على الكباري. دي نسبة الانتحار زادت 700%، والعياذ بالله. يبقى الاقتصاد هنا ايه؟ ده واقع. فانت رايح تنقذ اقتصاد نيروبي ومدغشقر؟ ها؟ انا تعجبي بس. احنا هنا انقذنا اقتصادنا عشان الناس مؤمنين، انما دول كفار. نسبة يعني الكفار فيهم كبيرة. فازاي هتنقذهم دي؟ ده شغل ثعلب بقى. ثعلب المخابرات بقى ايه؟ هيعرف هو يتصرف وينقذ مدغشقر ونيروبي دي. طب يا شيخ عادل، دورنا احنا ايه دلوقتي؟ اهو. واحد صاحبي مستشار في مجلس الدولة هو اللي كان ماشيلها في البيعة. في ناس في البث بتبيع اراضي. كله ايه بيقلب رزقه. اهو. قفشتهم اهو. زيزينا اهو بتبيع حد اهو، واحد ماشي في البيعة. في اراضي بتتباع وانت بتتفرج. هتستنى اما فلوسك دي تتاخد منك؟ ابعت اسد. اخلص من الفلوس دي بسرعة وابعت اسد يا رب دكر. منى جمال عبد الناصر، منى جمال عبد الناصر لما لقيت في اسمه ايه اللي تحت البنطلون ده اللي بيتلبس كلسون، لقيت في كلسون ابوها ورقة ان تران والصنافير مش مصرية. في اراضي بتتباع. يعني هي جت على تران وصنافير؟ طب ما راس جميلة. البحر الاحمر كله بيتباع، والبحر المتوسط كله. وكامل الوزير ده على الهوا قال لك انا بعت لاخواتي في الامارات واخواتنا في الصين وجايين ياخدوا. وبعدين يقول لك ايه ده استثمار 90 سنه، يعني هم واخدينها ايجار 90 سنه. ده قناه السويس كانوا واخدينها 100 سنه. المصريين ادعكوا فيها ومقاومه الانجليز ومقاومه الانجليز وشو ده قد كده عشان ايجار 90. ما كنا بنحارب الانجليز ليه اما انت جاي بتبيع لي المعيز وبال 90 سنه؟ يقول لك ده مش احتلال ده ايجار. لا كده ماشي. فاهم؟ ما جاتش على بال الانجليز دي. الانجليز كانوا يقول لك ايه ده مش احتلال، احنا مش محتلين، احنا مأجرين، احنا ضيف عندكم. وفاكرني بسكر؟ شوف المسلسلات زمان كان في ناس يقول لك دول ضيوف. يعني في ناس برأس عجل يقول لك كده. احنا مش عايزين مواطن برأس عجل، احنا عايزين مواطن برأس كلب. عايزين بقى ايه؟ ينمو بقى المواطن، ينمو اكتر، ويبقى بيع الدولة واحتلال الدولة يصبح وطنية. زي فراخ الوطنية كده اللي بتقويك على الإيمان. زي بنزينة الوطنية كده اللي اتباعت للإمارات. حتى الحاجات الوطنية اتباعت. طيب مطالبين بايه تاني يا شيخ عادل؟ افرض فينا واحد فقير يا شيخ عادل مش قادر يدعم ولا يتبرع باسد ولا يعمل ايه؟ الفقير يعني يروح فين يعني؟ ما ينبلوش حظ من النفاق. يعني راجل دافع عشان ياخد منافق اول. الفقير يعمل ايه؟ يشير. يشير. عالم الروم اتباعت، قناة السويس باعوها، حق اتفاق 15 سنة. ايوه طبعا. ده كل واحد لو قال حاجة عن البلد مفيش ايه، بقول لك مش هيفضل الا البيت اللي انت واقف عليه، وده شرعا وعلما ودينا وتاريخا مش بتاع جد 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 اللي جابت ابوك. هترجع لايام بص سيدنا ادريس. معاك وثائق لسيدنا ادريس هيجيبك من سيدنا ادم بقى، مش هتقدر تتكلم. مش بتاع، مش بيتكم. ده بيت الحكومة. طب ما كانش فيه حكومة، بيت ربنا يبقى اوقاف. ارض ربنا تبقى اوقاف. كلنا ضيوف يا اسماء صح. كله راحل منه له. سيبوا لهم بقى هم الدنيا بقى. سيبوا لهم الدنيا يشبعوا بيها. قول لهم كده اشبعوا بدنيتكم. الدولة عايزاك زاهد عشان ما تتعبش قلبك. وكأنك بتقول لهم ايه؟ عايزين زيادة في الاسعار في الكهرباء؟ زيدوا اسعار في الكهرباء. اسعار الزيادة هتزودوا المية؟ زودوا المية. وزير التموين عمال تلمح وتقول احنا بنصرف عشرات المليارات في دعم الخبز. زود يا زيد الخبز. زودوا التعليم والدواء والمواصلات والعربيات.
زودوا الايجار على الملك والمستاجر، زودوا التصالح، زودوا شرائح الكهرباء، غيروا لنا اعداد وحطوا لنا واحد جديد وندفع الفرق على القديم والجديد، زودوا اسعار النت والاتصالات والموبايلات، زودوا اسعار المكالمه، زودوا اسعار فوائد البنوك، قللوا المعاش، قللوا الكوادر، زودوا الضباط والقضاء والاعلام. ها، جابوا لنا المرض في الهرمونات وفي الادويه وفي الغذاء وفي كله، شحوا الدواء، غلوا الدواء. هتلاقيك بتستقبل الحاجات دي برضا نفس غريب جدا. ما انتش متضايق، ما انتش متضايق، حتى نفسك هتهون عليك، تبقى عايز تضحي بيها على اي كوبري رخيصه في سبيل هذا الوطن. مش متضايق، ما تحرق في دمك ليه؟ ما انت بقى لو انت بقى هتحرق في دمك، ما انت بص الشيطان بقى يوزك بقى وتروح تقعد على القهاوي بقى، ولا تروح القناه الاولى هتقول انا عايز اعمل حاجه للبلد، انا دمي بيتحرق، انا عايز، طب عايز ناس تفكر فيا، انا حاسس ان انا عايش وسط بهايم، عايز اقعد مع ناس بتفكر زي دماغي. تروح تقعد على القهاوي. ما دي شباب بتفكر وبتقرا كتب ومثقفين وبيقروا عن ازاي الدوله بتاعتهم تقوم يخلصوا من الظلمه ويخلصوا من الديكتاتوريات، وبيقروا كتب دوليه. ده لسه عندهم كتاب احجار على رعقة الشطرنج كتاب على رعقة الشطرنج، عمالين مش لاقيينه، ولا اليوتيوب حذفه، يقول لك ده اتحذف، ولا هو لغاه، ولا ايه. هو على القناه الاولى بيدوروا عليه، ونازل لهم النهارده مقال لاحمد خالد توفيق. وانت فيك جوته بقى تسمع خالد احمد توفيق، احمد خالد توفيق، مقال اسمه ايه؟ طب في القناه الاولى عشان نختبر الناس، ما صب لي شويه عرقسوس. اسمه ايه المقال بتاع احمد خالد توفيق على القناه الاولى؟ امم سعر الباقه 100 جنيه بقى 124 جنيه، وضرايب 50 جنيه. يا نهار اسود، يا لهوي، ده انا كويس ان انا بكلمكم من الاراضي المطهره. امم شويه عرقسوس، شويه عرقسوس سك. ايوه صيام دماغي كده، مقال اهو دماغي كده، زيزيني اهو ووليد دماغي كده، كل دول بيروحوا القناه الاولى. بص هتلاقي عليهم بقى هم المثقف اهو، وهدى دماغي كده، مقاله لاحمد خالد توفيق. بص ولازم يقول لك اسمه مركب، واحمد خالد توفيق خد بالك في المقاله دي بيسخر من ضياء العوضي الاخ اللي زعل من شويه، وبيقول مسميه العلم الكاذب والعلم الدجال، هو والجيش بتاع كفته. شفت خيانه الوطنيه؟ بيكون واحد لواء وطني وبيكلمك عن واحد مات شهيد لسه ما جاش، هو كاتب المقال من 2010، بدا ادب ده مع راجل هيتوفى اسمه دماغه كده حرحور. اقرا المقال كده. ايوه مجهول، انت ما قريتش المقال ولا ايه؟ ما هو بيسموه احمد خالد توفيق، ده بيسموه العراب، قال يعني بيعرف اللي هيجي. استغفر الله العظيم يا رب. عمل مقاله اول الالفينات يقول لك المصريين هياكلوا وكنا لسه يعني لسه الدنيا حلوه، يقول لك المصريين هياكلوا رجلين الفراخ وهياكلوا زباله من الشوارع، والدولار هيعدي ال 30، كان لسه بدري. الكتاب اسمه احجار على برميل الشطرنج. ايوه هنلاقيه ان شاء الله. انا حبيت اسم كيفي كده ايوه نور الجنة، مزاجي كده، دماغي كده، كيفي كده. ما هو انت كده هتقول له الرصوص طب مضر، مالكش ده مالكش فيه يا عم. طب ما انت شارب 6 ازازه هتضر كده، هو كده مزاجي، ومش انا اللي حاطط النظام العرسوس، مزاجي كده. واحمد خالق توفيق نفس فكر يوتوب يا صبري، ايوه يا فاطمه صبري. احمد خالق توفيق يقول لك ايه، لا هتلاقي للشيخ عادل ده لا بحث علمي، ولا مقال علميه، ولا انجاز علمي، ولا اقناع علمي، ولا كلام علمي، بس هو كده. ازاي بقى احمد خالد توفيق بتاعهم ده قال الكلام ده من 2010؟ يعني ده داخل على كام سنه كده، 10، 26، يعني 16 سنه مثلا. ايه الراجل ده؟ ها، ازاي اديب يبقى حاجه بالادب الاستشرافي ده بيشوف المستقبل؟ انا عرقسوسي كده مجهول
يا ريت والله الاخ تامر يواصل مقالات من نفس الكتاب وليد، هنبلغهم. انا بسيب لهم ورقه، يعني احنا السيستم هنا كل حد ضيف بيجي، لان الاستوديو بيمشوا، بيسيبوا لنا التكييف واحنا نطفي النور ونقفل باب الجامعه، باب الاستوديو، فبيمشي يمشوا، فبنسيب ورقات لبعض. انا جيت هنا من كام يوم لقيت الصليب بتاع الانبا فلتوس، وسايب لي صليب، ما ينفعش الكلام ده. انا هسيب برضه انا سبحتي ونقعد نزعج في بعض يعني؟ البروفيسور احمد خالد توفيق سابق عصره، طبعا صح، طبعا. المقال اسقاط على انصاف المثقفين والمبتكرين والعلماء، لكن ضياء العوضي مفكر حقيقي طبعا، واللواء عبد العاطي مفكر حقيقي طبعا، طبعا. ما كل واحد ليه حقيقه. والبرميل ده حقيقه على فكره. انت فاكر، هو انت فاكر معرصين هذه الدوله ما بيحبوهاش هي بجد؟ الابطال دول ما بيحبوهاش بجد، بيحبوها بجد. ده انت بتشوف بيمسكوا صورته بيلبسوها، وبشار كان في ناس بيلبسوها. يعني كل واحد ايه بيحط في دماغه واحد. بص لو ابو لهب بيقول لك هو ده الصح. يعني انت شفت ساعه جهاز الكفته، عدد المصريين الشرفاء اللي كانوا مقتنعين بهذا ان الجهاز ده صح، كانوا كام واحد؟ ملايين. ويقول لك انت كاره البلد، وانت تكره ان بلدك تعمل جهاز يعالج الايدز. والامريكان والامريكان عرضوا عليا، مش بيتكلم بثقه، ثقه رهيبه يا عبد العاطي. ده لواء، ده خلي بالك، لواء طبيب. عرضوا عليا والجهاز يشوف المريض كده من بعيد، من غير تحليل ولا سحب عين الدم. يعدي مريض كفته كده، مريض ايدز، الجهاز يبص عليه. طب مش بس كده، مش المريض نفسه، المريض مشي، يعدي منديل كان ماسكه واحد مريض بالايدز، الجهاز يبص عليه. هذا الكلام اللي قاله اللواء عبد العاطي كان فيه ملايين، ولا أبالغ، ملايين كانت بتشتمنا على الصفحات وتقول لك يا كارهين البلد يا اعداء الوطن، وانتوا تكرهوا ان مصر تعمل حاجه زي كده، وانتوا عايزين اي خراب ولا ايوه امريكا، ومقتنعين ان امريكا بقى بتحاربنا عشان تاخد الجهاز وكده. والمخابرات راحت مختطفه اللواء عبد العاطي من امريكا، مخابرات ثعالب الصحراء بتاعتنا اختطفت اللواء عبد العاطي من امريكا وجابته على هنا. مش بتناقش معاك بقى عبد العاطي صح ولا غلط، لان في ناس معتقده انه صح وقتها، يعني تالي قال له دلوقتي. لكن بناقش معاك فكره ان لكل منا صنم. ما الجمل لو كان شاف صنمه كان وطى عليه قرمه. وعلشان كده تلاقي عندي الاصنام دي الحاجه وعكسها، تقدر تجيب الحاجه وعكسها، صوت وصوره. مش بتكلم طبعا عن ده العوده صح ولا غلط، ده مش موضوعنا، دي حاجه خاصه بالدوله، الشعب. لكن تقدر تجيب تصريحات للضياء العودي صح وغلط، السجاير وحشه والسجاير حلوه، ما تاكلش بيض وكل بيض، صوت وصوره ومش مقتطعه. تقدر تجيب الاثنين، عشان كده الاثنين مقتنعين، شعب في منتهى العجيب، والاثنين مسروقين. بس تقدر تجيب صوت وصوره للاثنين، للراجل بيقول لحاجه وعكسها. يقول لك كل سكر، ما انت تقول لا هو ما قالش كل سكر صريح بقى، تلاقي له فيديو صوت وصوره يقول لك لا كل سكر ابيض. يا عم هو مش قصده على الابيض، تلاقي فيديو يقول لك الابيض. مراته تطلع تقول مشكوره ان الراجل ده كان بيروح الجامع مخبي وشه حياء من الله. مش عارف دي ازاي يا شرعا، ما عرفتش ابقى الوظها. يعني مكسوف من الله ازاي؟ مش يعني رايح الجامع فمخبي وشه حياء من الله، يعني كسفه من ايه؟ مش انا ما قدرتش افهمها. علم لدنك ده بقى اكيد ده حاجه حاجه لدنك. فكنت عايز برضه اخبي وشي، بس ما عرفتش ابقى مكسوف من ايه يعني. يعني مين هيشوفني؟ ربنا يشوفني فاتكسف من ايه؟ ولا استغفر الله العظيم ايه؟ مش عارف يعني. ما عرفتش الوظها، ما قدرتش. والله والله ولا كله هيتحاسب حتى لو كان في الامارات، طبعا طبعا كله هيتحاسب. انت السكر يا سكر، انا مش مدر. وعشان كده بقول لك عقلك ما يشتش لما تلاقي الشخص اللي هو صنمه ده، يطلع بقى اللي هو عبد العاطي، يطلع الشيخ عادل، يطلع البرميل، يطلع اللي هو عبد العاطي كفته، يطلع ده العودي، بيقول الحاجه والعكس، والجمهور مصدق.
العيب مش في الجمهور، الشخص نفسه بتبقى عنده مشكلة ما مش عايزين نقولها عشان ما نبقاش بنغتاب حد، ممكن يبقى مريض، ربنا ما يبتليناش. انت تقدر تخرج الحاجة وعكسها، زي ما احنا عندنا برضو في الهاك ستيب اقدر اخرج لك برضو الدليل الشرعي وعكسه بالشرعي. يبقى العيب مش في الشرع، العيب في انا او في الراجل التاني اللي بيجيب العكس. فهمت القصة ازاي؟ فالكتاب بقى بتاع احمد خالد توفيق، يا ريت تروح تشوفه. قال لك كده، وقال لك ان في 4 أدلة بتقول لك ان الراجل ده دجال علمي. ده مش كلامي ولا كلامهم هم، ده كلام احمد خالد توفيق، ودي الحلقة الوحيدة اللي قالوا لك احنا مش هنعلق فيها، احنا هنذكر بالنص. حد فاكر ال4 حاجات من الناس بقى عشاق القناة الأولى اللي بص اللي صنموا القناة الأولى والكتب؟ حد فاكر أول حاجة؟ أول دليل إن الراجل ده بيهبط عبد العاطي. الله يفتح عليك. أول حاجة، ليس له أي إنجاز أو بحث علمي، يعني العلماء ما شافوش عمل حاجة، مفيش مجلة علمية، مفيش بحث. يقول لك دول أعدائه. ما دي النقطة نمرة 2، إن كل المراكز العلمية أعدائه. ليه؟ لأن هو حاجة بره العلم. أيوه، الكتاب بتاع بارك الأجنبي، هم بيتكلموا عن ناس هيطلعوا دجالين. كتاب بارك، فأحمد خالد توفيق سرق الأفكار دي من بارك. ودلوقتي أصبح الناس بقى بين حاجتين، يا إما يشتموا أحمد خالد توفيق لأنه بيتكلم عن حد. أيوه، جاب مثال بدكتور طارق أرباب، إنجازات أو مفيش، ملوش إنجازات أو أبحاث. عنده بحث في اوكسفورد 2016، صباح الفل. وطبعا وانتي بورت 60 و13. واحمد خالد توفيق قال عنده بحث ورقم، جاب الرقم 48053 83 4. دي براءة الاختراع بتاع طارق أرباب، خلي بالك. وبعد ما بحث طلع ايه رقم البراءة دي؟ طلع رقم استيك ساعة. ده عند احمد خالد توفيق. ايوه، هو ده اهو، هو ده اهو. ووليد وائل، كل دول بيروحوا القناة الأولى. مم. بحث دخاني، عمل بحث دخاني او ساعه رولكس. يعني المقال سري، صح سري صحاحه، يعني ما انا اقول الحق برضه، انا بكرههم وما بروحش القناه الاولى وفصلنا من القناه الاولى خلي القناه الثانيه، بس المقال سري. ده احمد خالد توفيق من الكتاب، دكتور برضه، من الكتاب التقال. حد شاف له او سمع على القناه الاولى روايه يوتوبيا؟ يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على الروايه دي. انا بحبهمش في القناه الاولى، بس خطيره، خطيره. احمد خالد، خلي بالكم الاسم ده، احفظوا الاسم ده، احمد خالد توفيق. تروحوا تشوفوا المقال بتاعه. وش معنى يعني هناك اختاروا المقال ده بالذات؟ يعني عايزين يصحوا الناس، يعني يفوقوا الشعوب؟ يا اخي لا يا أخي. هذه الحالة دليل ان هذه الشعوب كما قال احمد خالد توفيق في نهاية هذا المقال تستحق حكامها. ليه؟ اصل هو الراجل اللي اختار الكتاب بتاع القناة الاولى هو اصلا نفساوي، وانا يمكن خارج الاستوديو الهوا بتكلم معاه وبكون قاعد بسمع يعني. بيقول لك بعظمة لسان ان مستشفى الكنكة في مصر فيها ادعياء نبوة والعياذ بالله. فيها ادعياء نبوة، يعني واحد بيقول لك انا نبي، انا رسول، انا نذير. حتى خد بالك من المصطلحات، انا نذير. انا لو انتوا اذيتوني البلد دي هيجرى فيها ويجرى، انتظروا الخراب. وبعضهم معاه كتب، يعني كتب منزلة من السماء بيقولوا كده يعني، وحافظينها حفظ. مدعي نبوة، وبعضهم مدعي ألوهية.
فين يا شيخ عادل الكلام ده؟ سمعته فين؟ سمعت هناك الدكتور بتاع القناه الاولى بيقول ان كان عندهم كده في مستشفى الخنكه مدعي نبوه ومدعي ليه. طب فيها ايه يعني؟ الخطير ان بيقول لك ان المدعي مجنون ما بيتسجنش، بيثبت ان هو مريض عقلي. المشكله مين اللي بيتقبض عليه وبيتمس بيتسجن بقى؟ الاتباع. انت خدت بالك؟ يعني المدعي مدعي نبوه ومدعي الالوهيه مجنون، بتوقيع الكشف الطبي يقول لك غير مسؤول عن افعاله، فهيتحط في مستشفى الخنكه. اكتر من 40 واحد، ده انا بكلمك من ايامها، دلوقتي تلاقيهم زادوا. مجانين رسميا، يعني طبيا وعلميا مجانين، وشرعيا رفع عنهم القلم. يعني مش هيتحاسب بقى انه ادعى النبوه ولا ايه، لا ده هو عنده مرض عقلي. المشكله بقى مش فيه. فبتلاقي ده محطوط في المستشفى وفي 36 او 56 واحيانا بيبقى مئات محبوسين على ذمه القضيه ايه؟ اتباع مدعي النبوه. 300 واحد اتباع مدعي الالوهيه بياخدوا طبعا براءه نفسهم لانهم بعد فتره ما اذوش حد. بس ده انت متخيل احنا وصلنا لايه؟ بقى ال 200 وال 300 دول بيبقوا فيهم بقى مزارع وفلاح ومش عارف، وفيهم مهندس ودكتور، وفيهم مراكز محترم. ازاي دول اتلحس عقدهم؟ بيعبدوا انسان، وانسان من البلد عندهم. يعني مش بيعبدوا نبي، بيعبدوا انسان من البلد. وفي الاغلب الحاجات دي بتنتشر في البلاد، يعني البلاد والكفور والحاجات دي. زي ما العجل اللي كان عنده صديد خراج، في كذا واحد قال لك ده بركه، ده احنا نعمل له مجاه. كذا واحد، يعني دول 6 مثلا معتقدين ان العجل اللي عنده خراج ده، هم معتقدين انه عجل ذكر وبيحلم. شوفوه على اليوتيوب. فيهم ناس اعتقدت ان العجل ده بركه وعايزين يحلبوه. التيك توك هيقفل، فانتوا تعالوا على الناحيه التانيه. انا حاولت والله بس ما بيشحنش. التيك توك هيقفل شحن، يعني هيفصل شحن. فاقفل معاكم هنا وانتوا تعالوا بقى على هناك. يلا مع السلامه، مع السلامه، تعالوا على اليوتيوب. مع السلامه، سلام. 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 يعني ايه برضه؟ عشان يبقى مركزين في حاجه واحده، خد بالك انت. نيجي هنا، ففي ناس انت تشوف على اليوتيوب الراجل ده يقول لك احنا نعمل له مجاه. مجاه نعمل لمين مقاه؟ للعجل. هو الراجل ده مش انسان عاقل؟ والسته اللي لابسين بنطلون وقميص حواليه دول عاقلين؟ عاقلين اه، بس ماشيين مع الله. يعني بالظبط، عنبر العقلاء كلهم المهدي المنتظر. لا في مهدي منتظر كتير طبعا هناك، وساعات بيتخانقوا مع بعض وبتبقى عركه، بيبقوا الدكاتره هناك هيبقى في يعني فض شغب بين المهادي المنتظرين اللي هناك. خصوصا مصر بتطلع حاجات من دي كتير، اكيد عشان العدد طبعا، احنا ملايين. ومشرب رؤوسوس طاهر. طب في مدعين الوهيه يا شيخ عادل، حسب ما سمعت من الدكتور هناك الكنكه فيها مدعين وهو كتير، بس ما بيقعدوش دول مع دول. مدعي النبوه يقعدوا مع بعض، ومدعي الالوهيه يقعدوا مع بعض. ليه ما يقعدوش الاثنين مع بعض؟ لان طبعا لو قعدوا الاثنين مع بعض مدعي الالوهيه هيقول لك احنا ما بعتناش دول رسل، فاهم؟ بتبقى خناقه شديده، ممكن يعوروا بعض لانهم حافظين نصوص. يعني كل واحد ما الف نصوص من عنده ويقول لك دي ربنا اوحاها لي. مريض مرفوع عنه القلم حتى شرعا وطبيا وقانونيا ما بيتحاسبش، وهو بيقضي فتره في الحبس لحد ما يعقل. بس ده بيبقى اسمه ذهان، يعني هو مفصول عن الواقع، او في دماغه فكره يسموها فكره حجر ما بتتغيرش. هو ربنا ارسله برساله عايز يوصلها للناس، فهو رسول. بيسموها عندهم بقى، سمعتها في حلقه على برضه على القناه الاولى، يسموها الدغمائيه. يعني فكره ضلاليه او فكره حق لا تنازل عنها مهما كانت الادله، ولا يقدم هو عليها الدليل. فهمت ازاي القصه؟ فاحنا عندنا طبعا ناس عاقلين بس بيتبعوا مجانين، وبيمتى بيثبت بقى ان هم مجانين بعد فتره. يعني
عبد العاطي كفته خلاص دلوقتي نجم منخفض، بس لا كان في عزه ما لا يقل، مثلا انا هقول بالمثال، احنا 120 مليون، ما يقل عن 60 مليون، نصنا، نص الشعب المصري كان مصدق الاستاذ الفاضل سياده اللواء عبد العاطي كفته، و60 لا، بس 60 مليون ده رقم كبير، ملايين. انت ما كنتش تقدر تهاجمه في الاول عبد العاطي كفته ده، لان على طول انت عدو الوطن، انت تكره وطنك يا ابني، وعندهم لوجيك منطق يقول لك هو انت تكره خير، انت البعيد خاين للدرجه دي؟ واحد بيقول لك بلدك اكتشفت علاج للايدز، يعني افضل من العالم الطبي كله، وبعدين هو بعيد على ربنا يا اخي، ما ده عالم برضه، احنا ياما طلعنا علماء يا اخي عندهم منطق، والجهاز بيمشي ورا المنديل المصاب، فاهم؟ والمخابرات الاخطر من الاختراع بالنسبه لي ان المخابرات المصريه خطفت عبد العاطي من المخابرات الامريكيه، اللي هي المخابرات الامريكيه بتبعت طياره اصلا تاخد اي حد، اللي راحت خدت الناشطه الحقوقيه بالطياره عادي، وعليها حكم عادي جدا زي قائد الاسطول كده اللي احنا اثرناه. بس في ناس، ان عايزك تتخيل ان 60 مليون دول، والفيديو اللي في القناه الاولى صف دكاتره بيقول لك الجهاز دوت تم اجراء بحوث عليه على 100 واحد، وثبت انه بيشفي من الايدز، ده انا عملوا بحوث كمان، وانه بيشفي من الكبد الوبائي، وانه بيكتشف الفيروس حتى بعد خروج المريض، وبيكتشف الفيروس على، ايوه اسمها اي حجازي جت امريكا الخارجيه، بيكتشف مكان كان فيه الفيروس. روح شوف الفيديو بتاع عبد الوهاب يقول لك لو مريض مسك المنديل كده ومشي الجهاز يروح. واللي هو حمدي بخيت يقول لك يا اخي افترض ان الجيش بتاعك بينتج عليك، انت مالك؟ انا بعالج ناسي وناسي راضيين، انت يعني الى هذه الدرجه الاستحماريه. وكان في، انا عايزك تتخيل دايما معايا الرقم، ان هناك ملايين، ملايين كانوا مصدقين هذا الرجل عبد العاطي كفته، وبعضهم يحق ليه انه يصدق لان هو بيقول انا عملت بحوث، والبحوث منشوره، منشوره فين؟ في جهاز حساس على راي الدكتور عيد سعيد مبارك عليكم اعلم، وعنده مبرر، يعني هو مالك انا باخد الايدز من المريض وبديهوله اسبوع كفته الجز عليه، هو بيقصد ان هو بيحلل مكونات الفيروس يحولها الى مواد بروتينيه، فهو يعني بيبالغ ويقول لك احولها لجهاز كفته، هو قصده ان مكونات الفيروس نفسه اتحولت الى مكون بروتيني، فاصبح يخش في الجسم كبروتين. كلام تركيبه منطقي من كلام احمد خالد توفيق، ده الكلام يبان منطقي، لكن ابسط طبيب يقول لك ده مريض عقلي. عشان كده كان في بس نص ال 60 مليون التانيين مش مصدقين، مع ان مش كلهم دكاتره، بس مش مصدقين كمنطق. ملايين كانت بتضحك عليها يا احمد تي زد 4 كي في، ملايين، وملايين حطت على نفسها الامل، طبعا ملايين من المرضى، وملايين من محب الوطن الحقيقيين نفسهم طبعا بلدهم تكتشف هذا الاكتشاف العظيم. وقتلوا احمد خالد توفيق والراجل الاقتصادي العبقري وغيرهم، حد يجيب له اسم الراجل الاقتصادي العبقري؟ تمام. فانا عايزكم تخلوا بالكم، ها، وتقروا كتير في العلم الهايك ستيبي عند القناة الأولى، لأن الراجل ده بيحافظ على العقل بغض النظر عن الموضوع. يعني عقلك يبقى واعي عشان ما تسرقش، ويبقى واحد بس هو اللي بيسرقك، الدولة، تبقى واعي. ده في دكاترة الجامعة ياما طلعوا دعموا جهاز الكفتة وطب، اه طبعا، طبعا. موكا مون جاي متأخر بس ما تحاسبنش على ده، هنعمل عليك حفلة بعدية، ده انا هقرا لك عدية. صلاح جودة، صح، صلاح جودة السيساوي، صيام بيقول لك اهو، صلاح جودة راجل اقتصادي فعلا، راجل اقتصادي صلاح جودة. بص في ناس مركزة، في ناس ايه ما بتشربش عرقسوس فتركيزها عالي. طب احمد جودة، احمد خالد توفيق كتب المقال ده ليه؟ ده مش المقال ده بس، ده كاتب 4 مقالات في تحت عنوان العلم الزائف. بيحذرنا من ايه الراجل ده؟ احمد خالد توفيق، هذا الاديب اللي متميز بادبياته اللي بتتحقق بعد كذا سنة،
في الادب. يعني غريب جدا 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 جدا. يوتوبيا دي ممر الفيران، غريب. اعتقد هيلخصوا لكم برضه على القناه الاولى. ايه الراجل ده بيقول لي كده؟ ازاي احمد خالد توفيق جاب العلوم دي؟ طبعا هو غشاشها من الراجل الاجنبي. عايزين نقول ايه بقى؟ بيغششها، بس صياغته الادبيه واسقاطها على طنطا وقش الرز. يعني هو محلي فعيشك في، بص، في الاجواء الادبيه. طبعا لما تقراها يا، لا لا لا، خطير خطير احمد خالد توفيق. طيب نشوفكم على خير. بس حبينا نقول لكم ان بلدنا مش بخير لسه. الايه؟ لسه يعني على حد تعبيره، لسه الادمغه في السلطانيه تستحق حكامنا بكل تاكيد. وده اللي ختم بيه المقال، وانا اختم بيه المقام واقول لكم يعني انتم مشكورين. و... وشكرا لوجودكم معانا، وشكرا لدعمكم، وشكرا لسهرتكم النهارده ليله الخميس. سهرتم معانا، بنسهر الخميس بنطول شويه. فيعني الف شكر ليكم ووجودكم معانا بالاسم واحد واحد. وبفكركم ان انا بعد التعليقات دي ما بتظهرش عندي بعد البث. فبعد البث اكتبوا لنا تعليق عشان بنرد عليها، ولمده ساعه او ساعتين كمان. النهارده الخميس بنقعد نرد على التعليقات. ويا اسماء يوتوبيا متلخص هناك، شوفيه في القناه الاولى. وهنقابلكم باذن واحد احد لو في العمر بقيه، يوم الاثنين ويوم الثلاث. يوم الاثنين هنا في القناه الثانيه، اكيد حد من الاخوه هيجي. سامع انه هيجيبوا ليفي برضه، طرطيش كلام. ويوم الثلاث على القناه الاولى هم بيعملوا حاجات نفسيه ملناش علاقه بيهم، وانا مش هو. يعني محدش يقول لي طب انت عرفت ازاي؟ انا مش هو فماليش علاقه. انا باجي بشوف الاوراق بتبقى مكتوبه اهو. بص حتى الورقه اهي من ايام الانبا فلتؤوس اهو. واصلبه كل فرخه داجنه اهو، صليبها. يعني سايبها الانبا فلتؤوس كان في بق وسايب لي دي. طب انا، طب ليه؟ طيب انا عايز ورق داش اكتب عليه، الاقي لي دي اهو. من كان منكم بلا خطيه فليرجمها. طب انا مالي انبا فلتؤوس؟ ما تشكد ورقك معاه. مش عاملين لنا لوكر هنا دولاب، كل واحد ملوش دولاب. استوديو صغير قد الحق، واحنا 2 قناتين في استوديو واحد، ترابيزه واحده. اشرب يا رؤوس اشرب. يلا اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واقابلكم في التعليقات بعد شويه. سلام عليكم. سلام 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 سلام.